اكيد الكابتن خلف كريم، صار فتره احنا ما ملتقين سوا بالاستوديو. اليوم جمعنا محمد. اي اهلا وسهلا بكم طبعا كباتن، وان شاء الله يكون استوديو موفق. مشاهدينا الكرام، بالتاكيد بعد نهايه مباراه الجوله 31 طرأت بعض التغييرات على ترتيب الفرق، الترتيب العام لفرق الدوري. نتعرف على الترتيب مع نهايه احداث مباراه الجوله 31. الزوراء 65 نقطه بصداره الترتيب، ذات الرصيد لفريق الشرطه، لكن ما يفصل بينهما هو فارق المواجهات المباشره. زاخو في المركز الثالث 53 نقطة، الطلبة في المركز الرابع 52 نقطة، القوة الجوية خامسا 49 نقطة، القاسم في المركز السادس 48 نقطة، دهوك بالمركز السابع 47 نقطة لكن من 25 مباراة. هناك عديد من المباريات المؤجلة التي إن خاضها وفاز بها سيتغير الترتيب وأيضا رصيد النقاط. النفط في المركز الثامن 45 نقطة، نفط ميسان تاسعا ب 43 نقطة، ذات الرصيد للقرمة في المركز العاشر. الكهرباء في المركز الحادي عشر ب 41 نقطة، الكرخ الثاني عشر 39 نقطة، نوروز 38 نقطة في المركز الثالث عشر، أربيل في المركز الرابع عشر أيضا 38 نقطة، النجف في المركز الخامس عشر 37 نقطة، الميناء في المركز السادس عشر 34 نقطة، ديالة بعد نتائج جيدة وحسن من ترتيبه وأيضا من رصيد نقاطه وصل إلى المركز السابع عشر ب 28 نقطة، نفط البصرة المركز الثامن عشر مناطق الخطر 24 نقطة، كربلاء في المركز التاسع عشر 22 نقطة، ومتذيل الترتيب فريق الحدود ب 17 نقطة. كابتن خلف، مرور سريع على ترتيب الفرق. الصدارة مشتعلة، تساوي النقاط ما بين الشرطة والزوراء، لكن هناك أفضلية للشرطة بمباراة مؤجلة مع دهوك. والشرطة الفريق اللي استفاد من المباراة الأخيرة من فاز على فريق نوروز، والزوراء اللي أقول فقد نقطتين، وإن كانت المباراة صعبة خارج أرضه مع فريق زاخو. نعم. بالنتيجة رجع للصدارة متساويا مع فريق الزوراء. الصراع قد يكون ثنائي، إلا إذا مثل ما أنت تفضلت فريق هوك مع مباراة مؤجلة ممكن أن ينافس كفريق ثالث مع هذه الفرق. المهم أنا باعتقادي هذا التنافس راح يبقى منا إلى نهاية الدوري بين الفريقين. هذا أمر جميل للمنافسة جدا، لكن مرهق للجماهير. أكيد. مسألة مهمة، احنا بدلنا، احنا وياك أنا صار لنا 3 مواسم، هذا الرابع. الرابع بدلنا الجوية بالزوراء. صحيح. يعني كان صراع ثنائي بين الجوية والشرطة، ويبقى الشرطة أنا أقول القاسم المشترك بين كل السنين هاي اللي هو بالصدارة. صحيح. واللي يستحوذ على الدوري وعلى الكاس وده يقدم. يمكن كل الناس قالوا فريق الشرطة مبارياته صعبة، خاصة راح يلعب كثير من عدها خارج أرضه، وبالنتيجة هو طلع مرتين خارج أرضه وكسب الست. يعني رجع من مباراتين يعني صعبة في فرق الشمالية، نعرف في ملاعبها دائما تقدم مع أربيل ومع نوروز وكسب رجع بالست نقاط. هذا أمر يدل على أنه هو منافس حقيقي. وربما كابتن حيدر الألقاب اللي أتت في المواسم الأخيرة 3 ألقاب متتالية لم تأتي من فراغ. هذا الفريق يملك الخبرة ويعرف كيفية التعامل مع كل ظروف المباريات، وإحنا قلنا دائما الفريق البطل هو اللي يفوز وإن كان مو بيومه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن في كل جولة بالجولات الأخيرة قلت لك المنافسة راح تبقى بين الزوراء والشرطة، والحد آخر جولتين. إذا أريد نتكلم عن الشرطة واحد من الفرق اللي دائما هي منافسة على اللقب، خصوصا بالسنوات الأخيرة. كثير من الأسباب، الاستقرار الفني الإداري، يعني الميزانية الموجودة للنادي، يقدر أي لاعب أنه يستقطبه. فشاهدنا أفضل اللاعبين متواجدين بنادي الشرطة. الاستقرار أكثر من موسم متواجدين أكيد راح يخلق لك جو من التفاهم ومن الانسجام، إمكانيات فردية على مستوى جدا عالي. بالتالي أنا أشوفها يعني مسألة طبيعية. نعم. ولحد الآن يمكن هو يعني المنافس أو الأقرب أنه للحصول على لقب الدوري، بحكم امتلاكه للاعبين قيمة فنية عالية،
تشاهد شخصية البطل تتواجد، خصوصا من يعني تمر عليه مثلا ظروف صعبة بعد خسارته امام الزوراء، تشاهد انه الفريق رجع الوضع الطبيعي. صحيح. فوز يعني امام اربيل وامام نوروز خارج ارضه تحسب اكيد للفريق، للاداره، للكادر التدريبي، خبره اللاعبين دائما تلعب دور. وشاهدنا انه الرجوع للنتائج الايجابيه بصوره سريعه. الان متساوي بالنقاط مع نادي الزوراء، يمتلك مباراه مؤجله اللي هي امام دهوك. يعني دهوك هو اللي راح يصعب المساله او راح يسهلها، يعني اي تلكؤ من ناحيه النتائج بالمباريات اللي راح يلعبها قبل مباراه الشرطه هي هنا راح توضح لك، اما تكون منافسه لاخر ادوار او يعني ينحسم كل شيء. طيب مشاهدينا الكرام، ايضا ترتيب اخر هو ترتيب الهدافين اللي حتى الان يتصدر مهاجم فريق الشرطه، مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي ميمي لحد الان 22 هدف في صداره ترتيب الهدافين. جوستافو هنريك مع زاخو ب 16 هدف، سيف رشيد متألق مع القاسم ب 14 هدف، مروان حسين 14 هدف. مروان ممكن بالفتره الاخيره قلل معدل التهديفي بالنسبه له. امجد عطوان 13 هدف. موسوفا متألق ايضا مع الطلب 12 هدف. علاء عباس 11، الحارث حاتم 11، ايزي لاعب الكرخ 11، ويوسف بن سوده مع اربيل ب 10 اهداف. كابتن خلف، يعني الجميل انك تكون منافس على الهداف، في ذات الوقت اهدافك مؤثره مع فريقك وتمنحه المنافسه على اللقب والصداره. كابتن محمد خلينا نسولف على يعني خليها على التلفزيون هاي الاحصائيه، لانه هاي الاحصائيه بيها كلام كثير. اول شيء هداف البطوله محلي اللي هو مهند، نعم. وفارق كبير من الاهداف بينه وبين مو افريقي وانما برازيلي اللي هو جوستافو. اذا رفعنا جوستافو من هذه القائمه راح يصير التسلسل 4 عراقيين صداره هدافين الدوري. ممتاز. اوكي، اذا نجي على الدوري ومعظمه بمهاجمين افارقه، في هذه القائمه فقط 2، ايزي ومسوفا، واحد 12 وواحد 11. اذا سيف رشيد اللي يلعب في فريق القاسم قد يكون ثالث هدافين الدوري ب 14 هدف. هذه شيء يعطيك، انا اقول يفرحك ويفرحني ويفرح كابتن حيدر اكيد انه عندنا لاعبين قادرين على تسجيل الاهداف، هدافين بالفطره. رغم انه كثير يعني هسه لو تكلمنا على سيف رشيد بالذات، يعني سيف رشيد بالقاسم شنو عقده؟ ايش قد ياخذ؟ مو عقد، اكيد راتب. يمكن هو راتب، اكيد راتب. يمكن قد يكون الحارث حاتم ياخذ الاجر الاعلى، يمكن يجوز ياخذ له 5 مليون بالشهر. اما البقيه الان هذا العطاء اللي قدمه هذا اللاعب، هذا احيانا يدري حيدر لعب بهذا المركز، مرات الاحساس بالمكان وبالزمان. يعني اللحظه اللي تشوفه بالجزاء من اذا تجت 4 فرص يسجل من عندها 2. اذا تجيب تقارنه بلاعب مهاجم افريقي، اذا تعطي 10 يقول 2. ولهذا حسن التعامل مع الكره. وهدفه الاخير في المباراه الاخيره دليل على ذلك. من اروع ما يمكن، يعني كره يعني ما كانت يعني هي كره خطره او كره ممكن خلق من لا شيء، من لا شيء سوى هدف وجاب 3 نقاط لفريقه. فيعني الحمد لله عندنا مجموعه لاعبين محليين عراقيين عندهم القدره على التسجيل، وهذا شيء مفرح. انا اقول بالضبط. كابتن حيدر، تمر على الترتيب لو نبدا بمباراه. أنا مهند بالنسبة لي أتكلم بصورة شخصية، يعني أفرح من يسجل. أكيد. يعني أريد دائما أنه يرجع الوضع الطبيعي، لأن يعني شوي الإصابات أخذت من عنده هواية. يعني أتمنى له أنه يستمر بالتهديف. احنا ننظر له كمهاجم منتخبنا الوطني. هو هذا قصدي، أريد أوصل لك لهنا. أريد أنه أتمنى أنه يوصل لمرحلة الجاهزية التامة، خصوصا بالمباريات الباقية اللي هي أمام كوريا وأمام الأردن. الله يحميه ان شاء الله من الاصابات. واكيد يعني اتفق ويا كابتن خلف، اكو لاعبين ما ماخذين استحقاقهم الحقيقي. واحد من عندهم سيف رشيد، الحارث حاتم، مروان وامجد، يعني هم دائما ويا فرقهم يسجلون ويصنعون، يعني باقين بالواجهه. بس سيف والحارث حاتم
بما أنه يلعبون فريق مغمور أغلبيته من اللاعبين الشباب، جميع مبارياتهم خارج أرضهم، كثير من الصعوبات، يلعبون يعني أغلب المباريات بدون جمهور. صح، يعني مع احترامي الكامل لفريق القاسم وما يقدمه في هذا الموسم. صح. لكن 14 هدف مع فريق القاسم يعني هذا اعتبره انجاز يوازي انجاز 22 هدف لميمي ممكن مع الشرطه. طبعا يعني المجهود اللي قدمه سيف مو قليل. اكيد تحسب هي لامكانيته، بالاضافه الى ذلك هو توظيف المدرب للاعب وطريقه اللعب اللي تناسب اللاعب. دنشاده دائما يسجل، يقاتل على الكره، الاهداف اللي يسجلها يعني مو من حاله واحده، لا اكو تنوع بطريقه التسجيل. صح. فايضا قلت لك تحسب له تكنيك اللاعب، مهارته. نتمنى انه اكيد يواصل انه تسجيل الاهداف، وبنفس الوقت يكون عامل مساعد لفريقه بتحسين موقعه. ان شاء الله امنياتنا بالموفقيه لكل لاعبينا لكل فرقنا. بالتاكيد احنا اللي يسجل ويعني بالتالي هي جماليه لدورينا ومنافسات دورينا. مشاهدينا الكرام الان نبدا بالتعرف والحديث عن مباريات اليوم، الافتتاح لهذه الجوله جوله 32. بالتاكيد ذكرت لكم اليوم مباراتين، الاولى النفط ودهوك في ملعب الساحر احمد راضي، وهناك ايضا مساء الطلبه وكربلاء. الحديث عن المباراة الأولى يبدأ من ملعب المباراة ومراسل العراقية الرياضية الزميل أحمد الهارف. مساء الخير أحمد، ما هي آخر المستجدات لقاء النفط ودهوك؟ بالتأكيد مواجهة مرتقبة، فريقان يقدمان مستويات جيدة في آخر المباريات. مساء النور زميلي محمد عليك وعلى ضيفيك الكريمين وعلى جميع مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي وتحديدا قناة العراقية السريانية. من هنا من ملعب الكرخ وانطلاق الجولة 32 لدوري نجوم العراق من مباراة النفط ودهوك. هذه المباراة التي أرقامها تتحدث عنها وتوعدنا بأنها ستكون مباراة قوية. فريق النفط لم يتعرض للخسارة منذ 7 جولات، وتحديدا عند الجولة 25 أمام فريق الميناء، ومستمر بالنتائج الإيجابية، وأخيرا في انتصار على فريق الحدود بهدفين مقابل لا شيء. بالمقابل فريق دهوك بعد النكسة التي تعرض لها من بعد نهائي البطولة الخليجية والخسارة والتعادل، هذه النتائج المؤذية لترتيب الفريق في دوري نجوم العراق، انتصر في مباراتين وأخيرا كان أمام فريق نفط البصرة. بالتالي ستكون هذه المباراة قوية لأن الفريقين يبحثان عن انتصار مهم يعيد لهم ترتيب الأوراق. المراكز متساوية بين الفريقين، يعني فريق دهوك يحتل المركز السابع ب 47 نقطة ومتبقي له 6 مباريات مؤجلة بانتظار أن يلعبها في قادم الأيام. بالمقابل فريق النفط يحتل المركز الثامن ب 45 نقطة، بالتالي فإن نقطتين فقط هي الفارق بين الفريقين مؤقتا قبل لعب المباريات المؤجلة. هذا الشيء الذي سيلعب عليه المدربان ولإحراز هذه النتائج هذه المباراة والانتصار في هذه المباراة تحديدا. قبل قليل في حديث جانبي مع إدارة فريق دهوك وأيضا إدارة فريق النفط حول مستقبل المدربين لإكمال هذه الموسم والموسم المقبل، يعني مع وصولنا إلى الأمتار الأخيرة لدوري نجوم العراق بدأ الحديث من الآن حول انتقالات اللاعبين وانتقالات المدربين. الدكتور مشتاق كاظم مشرف فريق النفط تحدث عن موضوع هنالك اتفاق شبه تام مع الكابتن عادل نعمة نظرا لنتائجه المميزة هذا الموسم مع فريق النفط وتحقيق المركز الثامن، وبانتظار أن يتقدم الفريق إلى خطوات يعني أقرب للمراكز الأربعة الكبار في قادم الأيام. بالمقابل فريق دهوك أيضا تحدث الكابتن خالد مشير عن مستقبل المدرب السويدي مسعود ميرال، وتحدث عن موضوع مهم وهو موضوع الترابط العاطفي بين الجماهير وبين الإدارة مع هذا المدرب للبقاء للموسم المقبل. لغاية الآن لم يتم هنالك تفاوض بالتجديد للموسم المقبل مع مسعود ميرال لفريق دهوك، لكن هنالك حديث أيضا عن اتفاق مبدئي مع المدرب لقيادة الفريق بالموسم المقبل. كل هذا يتعلق بإكمال المباريات المتعلقة بالمباريات المؤجلة وهي المباريات الستة المقبلة. الغيابات اليوم يعني غيابات 4 لاعبين سيفتقد مسعود ميرال عن هذه المباراة، وهو اللاعب زاكري الذي تعرض للطرد في آخر مباراة، وأيضا كريم درويش الذي يغيب بسبب الحرمان، وأيضا اللاعبان إبراهيم غازي ومحمد سعيد بسبب الإصابة. بالمقابل فريق النفط لا يوجد هنالك غيابات، كل اللاعبين متاحين للكابتن عادل نعمة للدخول بقوة في هذه المباراة. الفريقان قادمان بالفوز، بالتالي فإن جل ما يبحث عنه في هذه المباراة هو الانتصار. جماهير دهوك حاضرة من خلف
في ظاهرين في الكاميرا اليوم، حاضرين ايضا متحملين عناء السفر من البصره، من دهوك بدايه، بعدها الى البصره وبعدها الى بغداد لمسانده الفريق في رحله التقدم اكثر لمراكز الصداره. حكم هذه المباراه سيكون الكابتن سالم عامر، يساعده في غرفه الفار الكابتن محمد سلمان. كل شيء جاهز لانطلاق هذه المباراه، وان شاء الله سأعود بعد المباراه للحديث عن تفاصيلها. شكرا احمد، وبالتاكيد يعني الامر ايجابي وجميل شهدناه في هذا الموسم، هو ترحال فرق او جماهير الفرق الشماليه مع فريقها اينما حل وارتحل. هذا امر بالتاكيد ايجابي ويضيف الكثير لدورينا. مشاهدينا الكرام، نبدا بالحديث الان عن الفريقين اللي يخوضون هذه المباراه، النفط ودهوك. كابتن خلف، فريق النفط الفريق اللي يتواجد الآن في المركز الثامن، ممكن هو من الفرق اللي ما تقدم كرة قدم ممتعة أو يسجل بشكل كبير، لكن يحقق النتائج، وهذا الأمر الأهم في كرة القدم. تعودنا على الكابتن عادل كرة يفرض نفسه، يلعب كرة انضباطية بالحالة الدفاعية، ولهذا فريق النفط قد يكون واحد من أفضل فرق الدوري من الحالة الدفاعية. فريق اللي دخل مرماه يعني فقط 19 هدف، ما يسبقه الا فريق نادي الشرطه ل 17 هدف. لكن كانت مشكله الفريق وين؟ عدم القدره على التسجيل. يعني ال 21 مباراه اللي هم سجلوها، بالمناسبه ترى الخمس مباريات الاخيره هو فاز 3-2 على، يعني سجل في اربيل 3، سجل على الحدود 2، يعني ذني الخمسه اهداف في مباراتين لو تنقصها من مجموع الاهداف ال 21 تقول لا، بدا الفريق يسجل، الفريق يصل الى المرمى لكن يضيع الكثير من الفرص. يعني عنده الادوات اللي تقدر، يعني خاصه مثل احمد صبري، وليد كريم، من اروع ما يمكن، عندهم القدره على التسجيل. اللي رؤيه انا اقول الفلسفه عادل يقول لك انا اذا ما افوز ما اطلع انا خسران، النقطه اقبل بها، ما عندي مشكله. ولهذا تحس الفريق يعني من الصعوبة أن يخسر. وأنا باعتقادي أنه كل المدربين اللي يريد يواجه فريق النفط، أنا أقول يشيل هم الفريق النفط. وأمر إيجابي أن يبدأ، يعني أمر محفز للمدرب أن تبدأ الإدارة بمباحثات أو التفاوض على تجديد العقد لموسم آخر. يعني يشعر المدرب أنه هو مقدر عمله وجهوده، ممكن هذا يعطي دافع إضافي. أنا بتصوري ما دام احنا على ابواب نهايه الدوري، انا اقول العمل الحقيقي يبدا من الان. صح. اوكي، انا اداره وعندي كابتن حيدر مدرب الفريق، انا راح اطمن اقول له كابتن حيدر انت باقي منا السنه القادمه معنا، حط عينك على اللاعبين اللي بالدوري، من اللاعبين اللي تريدهم سواء محترفين او محليين، من اللي عندك ما يفيد قول لنا من الان، نقول له مع السلامه. ابني انا اقول العمل الحقيقي من الان. صحيح. اما من انتهى الموسم والاداره ما تعرف تقرر منو مدرب ومن اللاعب الباقي ومن اللاعب الطالع، انا اقول لك لا، هذا مو عمل اداري. بالفعل كابتن حيدر، دهوك فريق اللي كتب قصه نجاح له في هذا الموسم من خلال التتويج ببطوله خارجيه مثل العراق خير تمثيل. كبرت الطموحات هذا الموسم في الدوري، الفريق يمتلك مباريات مؤجله، يبحث عن التقرب اكثر. هسه يمكن ما نقدر نتحدث بشكل صريح او رسمي عن موضوع انه منافس مباشر على اللقب، بانتظار نتائج اللي راح تكون من خلال المباريات المؤجله، لكن بكل الاحوال هو موسم ناجح لدهوك. يعني انا اشوفه مكمل للموسم اللي مضى. الفريق يعني تشاهد انه اكو عوامل النجاح، خصوصا يعني الاداره محترفه، ابتداء من دكتور عبد الله وباقي الاخوان اللي هم بالاعضاء، اختيار الكادر التدريبي، نوعيه اللاعبين اللي متواجدين، خصوصا تحسب لهم انه الصبر على المدرب، خصوصا في بدايه الدوري كانت اكو نتائج سلبيه، ولكن يعني قراره كان صائب. شاهدنا من اخذ وقت لا اختلف وضع الفريق ويا المدرب، واحد من المدربين اللي اشوف انه دائما يعتمد على الجانب الفني للاعبين، اكو استقرار، اكو لاعبين قدمنا لاعبين مؤثرين، فريق يلعب كرة قدم حقيقية تحسب للجميع. النتائج يمكن الأخيرة خصوصا بعد تتويجهم باللقب الخليجي، شاهدنا أنه بعد الكابوتيان لا الفريق صح حقق الفوز أمام كربلاء ولو كان بصعوبة، وبعدها على نفط البصرة خارج أرضه.
صح انه يمكن قدم شوط اول، يعني كنت موجود بالتحليل، يمكن شوط اول سيء، ما كان بوضعهم الطبيعي صحيح جميع اللاعبين. بالشوط الثاني اجرى تبديلات من بدايه الشوط الثاني تحسب الى قراءته الفنيه الصحيحه. يمكن لو غير مدرب، وما اعرف كابتن خلف يوافقني لو لا، اكو مثلا اسماء لاعبين بالملعب سواء بيومهم او بيومهم يبقون ما يتبدل. صحيح. بالاستراحه بدل 3 لاعبين، واحد من عندهم بيتر اللي كان غائب نهائيا عن المباراه. تحسن الفريق. هذا دليل على انه المدرب مقياس وجود اللاعب عنده هو عطاءه فقط، عطاء مو اسمه. صح، اداء داخل الملعب. ايضا يحسب يمكن الباشنج انه الهدف اللي سجله واحد من اجمل الاهداف. كابتن وقتت له ب3 ثواني، عمل فردي بيه، استلم، اجتاز اللاعب وسدد. هو باشنج بالبوكس يعني عنده طريقه تعامل مع الكره مميزه جدا. صحيح، واحد من شاهدناه في اكثر من هدف، اللي ما يفقد كرات يعني بكثره، خصوصا بمنطقه الجزاء، يعرف شلون يحافظ عليها. يختار اوقات يكون كمحطه، وكو حالات لا، شاهد انه يبحث عن المساحات. نعم. واحد من اللاعبين اللي ينجح اسلوب دهوك. بنفس الوقت يعني شويه اريد اتكلم ايضا عن النفط. النفط اذا ترجع لاحصائيته هو عنده 12 تعادل، 9 تعادلات سلبي، كله 0-0. ترجع اي عنده 19 كلين شيت، يمكن هو الاكثر بالدوري. صحيح. هاي ايضا تحسب عادل لكابتن عادل وايضا لمدرب الحراس. يعتمد دائما على العامل الجماعي للفريق والجانب النصف الممتلئ من الكاس. أي. اللي يحب الكره الهجوميه يقول لك لا انا اشوفه فريق ما يسجل. يعني اليوم شنو موقف لا بس يتعامل بواقعيه. صحيح. يعني هذا الشيء انه يعني دائما اشاهده، خصوصا من كان مع الحدود، طريقه اللعب وحتى امكانيات اللاعبين وتوظيفهم دائما يعني يكون ناجح بها. هو يعني مع النفط اشاهد يعني تحياتنا للكابتن عادل، هو تاثيره واضح جدا على الفرق اللي يدربها، والدليل حال الحدود من بعد عادل نعمه. صحيح. متذيل الترتيب وضع جدا صعب. هذا شاهدناه في مواسم ماضيه، مباراه الحدود اصبحت صعبه حتى على الفرق الجماهيريه، لذلك يعني تاثيره واضح. اختياراته لللاعبين يمكن ما يجيب للفريق يمتلك افضل واقعيه، يمتلك الواقعيه اللي يخدمون طريقه اللعب واسلوبه. كابتن حيدر طيب. معظم اللاعبين كانوا يجون للحدود، خاصه المتقدم والمتاخر، من ينتهي الموسم كل الانديه تاخذ. هو خياراته من طلبه والجويه صار الحدود ماركت بالنسبه لهم. فنبدا بالحديث عن الخيارات، وقت لنا دقائق قليله. نروح على توك. محمد صالح راح يكون في حراسه المرمى، بيار ابو بكر ظهير يمين، ولوكاس موسز ولوكاس الريكي، هذول الاثنين لوكاس المتقدم والمتاخر. ثابت عقيد ظهير شمال. هارون ودانه، هارون طبعا اللاعب المبدع، انا اقول اللي هو قائد منطقه الوسط، هو اللي يدير كل شيء. امامهم راح يكون بيتر غورغيس، اليوم مو على اليمين، راح يكون حسن عماد على اليمين حسب التشكيل. طبعا بالفعل الغيابات، احنا اليوم غيابات حتى نذكرها بشكل سريع مؤثره. غياباتهم بالهجوم، يعني كريم درويش جدا مؤثر، وحتى ابراهيم غازي. يعني اليوم اذا هو دور على مهاجم ثاني ما راح يلقى للاسف. يعني اليوم عنده مهاجمين اثنين خارج التشكيل. طبعا راح يكون باشنك ومارلون وحسن، يعني مارلون راح يكون على اليسار، حسن عماد على اليمين، بيتر غورغيس راح يكون المهاجم الساقط من الخلف او صانع اللعب وراء عبد الله باشنك عبد الله. نعم كابتن حيدر. النفط تقريبا تغيير واحد عن المباراة السابقة. نعم. دائما الطريقة اللي هي 4-2-3-1، وبالحالة الدفاعية 4-5-1. علي ياسين كحارس خبرة راح يكون بحراسة المرمى. الرباع اللي بالدفاع قرار سالم على جهة اليمين، أحمد خالد على جهة اليسار. قلبي الدفاع راح يكون جويل وسامسون. بوسط الملعب كلاعبين ارتكاز راح يكون سامي هين وعلي ماجد. نعم. دائما أمامهم يكون ستار ياسين اللي يعطي حالة من النشاط والفاعلية بمنطقة الوسط. على اليسار راح يكون أحمد صبري، واحد من الحلول ولاعب يمتاز بالسرعة والمهارة. على اليمين راح يكون جابرييل لاعب المحترف، وللأمام راح يكون وليد كريم اللي أنا دا أشوفه يمكن مع نهاية الموسم استرجع جزء من المستوى بآخر 5 مباريات هو مسجل 4 أهداف، ستار ياسين مسجل 2 هدفين. صحيح. اليوم اللي راح يكون جيد خصوصا بمنطقة الوسط يمكن هو اللي راح يسيد المباراة. كابتن خلف سريعا، يعني
هل ستؤثر الغيابات على فريق دهوك، وهل سنشاهد النفط بوضع المعتاد، فريق يعني واقعي يبحث عن التأمين قبل التفكير بالمجازفة والمبادرة؟ اعتقد مجازفه ما راح تكون، يعني لا تتصور اكو مجازفه من فريق النادي النفطي، راح يلعب كره انضباطيه الى الخلف، لكن ال 11 لاعب اللي راح يبدون نعم لفريق هوك انا باعتقادي البدلاء على دكه الاحتياط ومش موجودين، اذا راح يحارب بال 11 لاعب اللي موجودين بالملعب. شكرا لكابتن خلف وكابتن حيدر. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل بكم لمتابعة أحداث الشوط الأول. النفط ودهوك على ملعب الساحر أحمد راضي، والكلمة أتركها للزميل المعلق رعد داهر. شكرا للزميل العزيز محمد حسين وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي. أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفط ودهوك لحساب الجولة 32 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ في العاصمة بغداد هو من يضيف هذا اللقاء. لقاء مهم للفريقين. نفط طبعا مركز ثامن ب 45 نقطة أمام نادي دهوك المركز السابع ب 47 نقطة، وصراع طبعا ما بين المركز السابع والثامن. طاقم تحكيم اللقاء الحكم الواضح بالصورة الدولي سالم عامر، يساعد علي فاضل مهدي، بريار قادر، محمد صادق كحكم رابع، بينما في غرفة الفار الحكم الدولي محمد سلمان، وليد عبد السلطان، ومقيم الحكام الحكم الدولي السابق حسين تركي. توفيق للنفط ولدهوك في هذا اللقاء المهم للفريقين. الجولة 32 يبقى الزوراء بالصدارة ب 65 نقطة، الشرطة ثانيا ب 65، الشرطة عندها مباراة مؤجلة مع دهوك. زاخو ثالثا 53 نقطة، الطلبة رابعا ب 52 نقطة. حلوة لهذه الجماهير، جماهير دهوك من الشمال إلى العاصمة الحبيبة بغداد، جماهير صقور الجبال اللي كان لها دور كبير طبعا بفوز نادي دهوك في البطولة الخليجية على حساب القادسية الكويتي. دهوك وبالصورة بيتر جورجيس اللاعب المميز، طبعا عادل نعمة مدرب النفط بمواجهة مسعود ميرال مدرب نادي دهوك. مباراة مهمة للفريقين، مباراة ما بين صاحب المركز السابع دهوك ب 47 نقطة مع 6 مباريات مؤجلة. انطلاقة المباراة النفط على يمين الشاشة باللون السماوي ودهوك بالأصفر على يسار الشاشة. إكرام الضيف ومسعود ميرال مدرب نادي دهوك يلعب بمحمد صالح بحراسة المرمى، هناك بخط الدفاع بأبو بكر لوكاس موسيس، هنا مسعود ميرال مدرب السويدي من أصول تركيا، نجح مع دهوك في هذا الموسم وخاصة البطولة الخليجية. مسعود ميرال يلعب دهوك بمحمد صالح بحراسة المرمى، هناك بخط الدفاع بأبو بكر لوكاس موسيس، لوكاس أنريكي، البرازيليين الاثنين، سيبان دعقيد على الجهة اليسرى، خط الدفاع حسن عماد، زانا عادل، هارون أحمد، بيتر جورجيس، وطبعا أمامهم مارلون دوس سانتوس، وفي المقدمة باشانج عبد الله. هكذا يبدأ المدرب طبعا مسعود ميرال مدرب نادي دهوك، بينما السيد عادل نعمة مدرب النفط يلعب بعلي ياسين بحراسة المرمى، بخط الدفاع كرار سالم، أنجي جويل كاميروني، هناك سامسون دير النيجيري، أحمد خالد بالجهة اليسرى، بالوسط ارتكاز علي باجد
والسامهين رامسيس جابرييل وأحمد صبري. وفي المقدمة طبعا أمام خط الوسط ستار ياسين، في المقدمة وليد كريم. راجع الكرة ابعاد هذه المرة من لوكاس انريكي البرازيلي، عنده هدف وحيد وسجل على النفط في إدهوك، مباراة اللي أقيمت بالمرحلة الأولى طبعا في مدينة إدهوك. تغلب إدهوك على النفط بهدف لقلب الدفاع البرازيلي لوكاس انريكي. علي ياسين حارس المرمى، 19 مباراة بشباك نظيف، رقم يحسب للحارس علي ياسين ليمثل الزوراء بفترة من الفترات. حارس النفط إلى التماس، فريقين قادمين من فوز. النفط قادم من فوز على الحدود 2-0. دوك تغلب على نفط البصرة في البصرة بهدف لباشانج عبد الله. مارلون دوس سانتوس طالت الكرة، بداية اللقاء هذا مارلون دوس سانتوس، هدفين على القرمة وعلى نفط ميسان. هنا عادل نعمة المدرب اللي سبق أن أشرف تدريب الحدود ونفط ميسان مدرب النفط بنتائج جيدة. انطلاقة من وليد، تقطع الكرة إلى التماس لنادي إدهوك. كل يعلم إدهوك 47 نقطة، مركز سابع. النفط 45 نقطة، مركز ثامن. بيار أبو بكر عنده هدف على الكرخ، تلعب من بيار. الباشنج 7 أهداف لباشنج، باشنج عبد الله 7 أهداف. قادم طبعا من مباراة إدهوك بهدف لباشنج على نفط البصرة في البصرة. 6 مباريات مؤجلة لنادي إدهوك. موسس يبعد الكرة بالوسط، سامهين إلى اليمين. النفط هذا رامسيس الكاميروني، رامسيس جابرييل 5 أهداف لهذا اللاعب. انطلاقة والمحاولة والخطأ. حرة مباشرة لكرار سالم لاعب النفط، موسم أول قادم من الحدود. دولي سالم عامر طبعا دولي منذ عام 2017، طالب دكتوراه تربية رياضية. أدار 25 مباراة بدوري نجوم العراق، هاي المباراة رقم 26 طبعا لسالم عامر. حرة مباشرة، هذا زانة لاعب الارتكاز، زانة عادل كان بالصورة. النفط كرة اللعب، الانطلاقة، محاولة داخل منطقة الجزاء بعد بن محمد صالح، راجعة لستار، تسديدة داخل منطقة الجزاء. الهجوم لا زال. لاعب رامسيس إلى اليسار لستار ياسين، عملية التحضير هذه المرة. أحمد صبري يعيد الكرة لستار، انطلاقة داخل منطقة الجزاء ابعاد من لوكاس انريكي، راجعة مرة أخرى. دفاعات إدهوك حاولت الإبعاد، لاعب الشاب حسن عماد يبعد الكرة، راجعة هذه المرة من أحمد خالد، انطلاقة من ستار. النفط يبدأ المباراة بشكل جيد لغاية الآن. التمرير صبري صبري صبري، أحمد صبري، ضاعت الأولى، ضاعت الأولى. النفط في محاولة خطيرة جدا على مرمى إدهوك. راجع الكرة، حاولت التمرير إلى سمس الدير، اللاعب أنجي جول الكاميروني جاء من كربلاء يلعب الكرة لكرار، انطلاقة بالوسط، محاولة التسديدة من رامسيس الكاميروني، بداية جيدة. النفط يبدأ بقوة، محاولة الآن تعدي الكرة. باشن عبد الله، المتابعة من
طبعا كان من أنجي جول الكاميروني إلى الحارس. مباريات المؤجلة طبعا لإدهوك 6 مباريات بسبب ارتباطه بالبطولة الخليجية، ونبارك لإدهوك طبعا إدارة وأنصار ولاعبين ومدربين بالفوز بالبطولة الخليجية على حساب القادسية الكويتي، طبعا بهدفين لهدف سجلت عن طريق سياباند عقيد وعن طريق البرازيلي مارلون. ستار يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء الإبعاد هذه المرة، دوك أمامية قطع من سانسندر النيجيري تصل لمحمد صالح الحارس اللي كان طبعا مع زاخو ومع القوة الجوية. هاي الهجمة الخطيرة، لاحظوا مرت من وليد احمد صبري بالجهة اليسرى، مركزين النفط على الجهة اليسرى، الجهة اليسرى نشطة شغالة محاولة ستار للنفط لكن بشكل رائع، بشكل رائع من سياباند عقيد، عنده هدف على القرمة. هارون هذا اللي يصنع التوازن في وسط الملعب، هارون أحمد الرئة التي يتنفس فيها إدهوك، واستدعي طبعا بتشكيلة كاساس طيب الذكر مع أسود الرافدية في مباراتي طبعا الكويت وفلسطين. راجع الكرة، حاول علي ياسين النفط إلى الأمام، تمريرة وليد قريب لكن إلى محمد صالح. هذا وليد 9 مواسم مع النفط، أقدم لاعبي النفط، 4 أهداف لوليد. طبعا وليد سجل على نوروز وديالا والحدود واربيل. عالية الكرة، النفط يحاول بداية المباراة بشوط المباراة الأول، تحس الندية الإثارة لكن غياب الأهداف لغاية الآن. مباريات المؤجلة طبعا لإدهوك، شوف عزيزي المشاهد، سيبقى إدهوك في بغداد ليلاقي طبعا بعد 4 أيام يلاقي الطلبة في بغداد في مباراة مؤجلة، والمفارقة بالجولة 33 الطلبة سيلاقي إدهوك في إدهوك بحساب الجولة 33. لكن مباراة المؤجلة طبعا سيواجه الطلبة في 10 من هذا الشهر، عنده 3 مباريات في إدهوك. من المباريات المؤجلة سيلاقي الشرطة والميناء ونفط ميسان. خارج إدهوك عنده مباراتين، سيلاقي ديالا وأربيل، وعنده مباراة الطلبة، فتصبح 6 مباريات. إذا ما فاز إدهوك بنقاط المباراة كاملة سينافس على الدرع مع الزوراء والشرطة. صراع كبير وساخن، وأسابيع ساخنة ستكون ما بين الأندية المرشحة الأقوى طبعا الزوراء والشرطة، لأن زاخو تقريبا فقد الأمل بالدرع، طلبة أيضا والقوى الجوية. الحسابات طبعا على الورق حسابات صعبة، يعني على الزوراء أن يخسر 4 مباريات، وعلى الشرطة بنفس الشيء. أقول المهمة صعبة. هذا أحمد خالد 4 أهداف سجل على الزوراء والقرمة وأربيل وزاخو. حاول راجع الكرة، محمد صالح يبعدها، موسيس أمامية لإدهوك، مارلون تحضير مع باشانك، محاولة
خطيرة خطيرة تسديدة، لكن تصل هذه المرة إلى علي ياسر. هذا حسن عماد لاعب الشاب، لاعب نادي دهوك ولاعب منتخب الشباب. تهديد على مرمى النفط. غيابات طبعا مؤثرة لدهوك في هذا اللقاء. تحدث عن زاكري اللاعب العاجل المميز بالحرمان، كريم درويش اللبناني إصابة، إبراهيم غازي إصابة، محمد سعيد إصابة، بينما النفط تقريبا مكتمل الصفوف، يعني فقط عنده يغيب حيدر حسين بداعي الإصابة. زانع إلى هارون، تلعب محاولة التمرير، زانع عادل حاول بالكرة، راجعة هذه المرة إلى موسس بيار بو بكر، طبعا اللاعب اللي سبق اللاعب للنفط بيار بو بكر بفترة من الفترات. وليد رامسيس تلعب محاولة إلى ستار ياسين، أدى موسم ممتاز هذا اللاعب، لاعب لي زاخو ولاعب لنوروز وللطلبة بالنسبة لستار، تسديدة لكن بعيدة إلى ركلة مرمى. محاولة من البوركيني سامهن، لاعب اللي جاء من كربلاء إلى النفط، وجاب وياه أيضا كاميروني آخر أنجي جول شوفو، قلب دفاع المتواجد مع النفط. قطعة الكرة، هجوم الآن، خطيرة 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 خطيرة، بنفس الطريقة. النفط أخطر، النفط أفضل، النفط أكثر وصول، أكثر تهديد، وقريب جدا على الهدف. فرصتين ضائعة بنفس الطريقة للعنيد نادي النفط مع صقور الجبال. سلام لعلي ماجد، اللاعب اللي سبق اللاعب لنادي القاسم، هذا مارلون دوس سانتوس، الخطأ للبرازيلي. بنفس الطريقة، وكوبي بيست للمرة الثانية من أحمد صبري. لاحظ خطيرة خطيرة. النفط يهدد مرمى دهوك. هذا صاحب الهدف الوحيد لدهوك في مباراة الذهاب على النفط، لوكاس أريكي. جماهير صقور الجبال، حلوة لهذه الجماهير اللي تجشمت العناء، السفر، ويعني من دهوك إلى بغداد ومؤازرة الفريق. جماهير صقور الجبال، تحية لهذه الجماهير. يعني مع دهوك في البصرة وفي بغداد وفي الجنوب، المبادرة الجميلة من هذه الجماهير، جماهير دهوك بعد نهاية مباراة نفط البصرة يعني قاموا بتنظيف الملعب. يعني من الأمور الجمعة والأوراق والمتبقي بأكياس ونظافة الملعب، مسألة جميلة وحضارية. هذا الملعب إلك، فأعطوا انطباع جميل جدا جماهير دهوك، نظافة الملعب ويعني بعد المباراة وفي البصرة وفي جميع الملاعب. تحية حب لهذه الجماهير. هذا ميرال نجح في الخليجية، هل ينجح في الدوري النجوم؟ صعبة يا ميرال، لكن ليست مستحيلة. طبعا مع اندرياس غارسيا الدولي. سالم عامر هو أدار 25 مباراة، أدار مباراتين لدهوك. دهوك مع ديالا فاز معاه 4-1 وتعادل. هذا العراب، هذا عراب النفط، كاظم محمد سلطان، عراب كرة النفط، شيخ الإداريين في العراق. خطيرة مع النفط،
العمر كله لأبو شوقي منذ التأسيس منذ عام 79 ولغاية الآن. هذا أبو شوقي بهذا العمر وعنده دوام، يعني من الساعة 8 الصبح هو في النادي لغاية ربما الساعة 4 أو 5 عصرا، متابع لكل صغيرة وكبيرة. لذلك تشوف في نادي النفط يعني ملعبين بشكل ممتاز لكرة القدم، عنده ملعب أيضا للصالات، وعنده ملعب آخر 3 ملاعب لشباب النادي. لكن هو أمل بالمدينة الرياضية. محاولة خطيرة تصل لعلي ياسين، اهتمام من السيد وزير النفط طبعا بنادي النفط والمناشدة بإكمال المدينة الرياضية في نادي النفط. انطلاقة الآن، محاولة رامسيس يلعب الكرة العالية خطيرة داخل منطقة الجزاء وقطع الكرة. زانع سامين حصر الكرة، كرة اللعب هارون، تمرير إلى بيربو بكر، بالوسط بيتر جورجيس عيد الكرة، هارون مع زانة تقطع، أحمد صبري الانطلاقة، اللاعب المميز بالجهة اليسرى، راجع الكرة لأحمد خالد، غير طبعا رامسيس من اليسار إلى اليمين، كرة اللعب لعلي ماجد، انطلاقة للنفط، محاولة قريب جدا علي ماجد، كرة خطيرة للنفط داخل منطقة الجزاء، بعد من الدفاعات باشانج عبد الله، راجع لي بيتر، محاولة الآن بيربو بكر والخطأ، حرة مباشرة لنادي دهوك. دهوك طبعا الخطأ على علي ماجد لاعب النفط. طبعا دهوك في بغداد 4 زيارات فقط، فوزين 4-1 على الحدود، 2-1 على الزوراء، تعادل وحيد مع الشرطة، وخسر خسارة وحيدة كانت من الكهرباء ب0-1. 4 زيارات لإدهوك إلى بغداد، تعادل وحيد مع الشرطة، فوزين على الزوراء والحدود، وخسارة من الكهرباء. هو سيبقى في بغداد 4 أيام يقابل الطلبة، بعد ذلك سيزور بغداد مستقبلا ليقابل الكرخ والقوى الجوية. هذا سامسون دير موسم ثاني النيجيري مدافع النفط القادم النفط الوسط. باشانج عبد الله تحضر وتسديده لكن تصل لعلي ياسين، حاول زانع عادل، انطلاقه الان رامسيس يلعب الكرة، محاولة وتصل إلى حارس محمد صالح. هذا وليد، هذا رئيس النادي، الرجل اللي يعمل بصمت، الدكتور عبد الله جلال. يعني اسمه خلد مع دهوك بالبطولة الخليجية على اعتبار أول نادي عراقي يشارك في البطولة الخليجية ويحرز الكأس البطولة الخليجية، بعمل كبير من هذا الرجل الدكتور عبد الله جلال اللي يعمل بشكل كبير ومتواضع جدا مع الفريق في كل سفرة. انطلاقه الآن باشانج عبد الله، محاولة خطيرة وضاعت على صقور الجبال. باشانج عبد الله لاحظ الانطلاقة،
محاولة ضاعت الفرصة. تكون عندك هيئة إدارية نموذجية قيادة الدكتور عبد الله جلال ولاعبين وجمهور والكادر التدريبي، أكيد النجاح يكون موجود. داخلين على دقيقة 22 شوط المباراة الأول. يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان حبايب، تعادل سلبي بين النفط ودوك لحساب الجولة 32 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. بالسلامة. لاحظ السلامة لأحمد صبري، الدولي سالم عامر أدار طبعا 25 مباراة في دوري النجوم، 97 بطاقة صفراء، أشهر 7 حمراء، 9 ركلات جزاء احتسب. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، موسيس ابعاد للكرة من سيبند عقيد، سامسون دير عيد الكرة إلى علي ياسين، تمرير الآن، كرار قريب وتماس. ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ، شكر موصول طبعا لإدارة الكرخ والقائمين على هذا الملعب، لأن احتضن 47 إلى 46 طبعا مباراة بدورينا كأكثر ملعب احتضن مباريات، لأنه هو ملعب مفترض ل3 أندية أو ل4، يعني النفط يلعب على هذا الملعب والحدود ونادي الكرخ، وبعض مباريات الطلبة أيضا على هذا الملعب. 3 أندية رسمي على هذا الملعب، ملعب جميل، وشكرا لكل الجهود المبذولة في إدامة هذا الملعب. علي ياسين أمامية النفط، محاولة جابرييل، حاول علي ماجد إلى وليد، انطلاقة للنفط خطيرة 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 داخل منطقة الجزاء، طالت رامسيس الكاميروني بهجمة خطيرة للنفط. رامسيس جابرييل، هارون، التمرير، زانة لسيبند عقيد، تقطع الكرة، محاولة الآن، أحمد قريب، قطع للكرة، حرة مباشرة وخطأ لنادي دهوك. النفط على ملعب الساحر أحمد راضي 15 مباراة بالنسبة للنفط، فاز في 6 طبعا على الحدود مرتين، ميناء، زاخو، كربلاء، القاسم، تعادل 6 مرات مع النجف ونوروز والقرمة ديال الطلبة الكرب. خسر هنا 3 مرات النفط، طبعا خسر من الشرطة والطلبة وأربيل. مباراتين متبقية للنفط على هذا الملعب، سيضيف طبعا نفط ميسان والكهرباء. محاولة الآن، ابعاد من سامسون دير، دفاعات النفط، وليد كريم حاول بالكرة، تقطع لسيبند، زانا التمرير، بيتر جورجيس والخطأ، حرة مباشرة لهارون أحمد.
طبعا افضليه لدهوك بلقاءات الفريقين. هجوم الان خطيره، محاوله، حاول، طالت الكره، حاول طبعا احمد خالد ظهير الايسر اللي دائما ما يتقدم بواجبات هجوميه، يعني هو ظهير ايسر وعنده 4 اهداف. لكن النفط عزيزي المشاهد ثاني افضل، هاي اللقطه الماضيه طبعا مع حسن عماد وكرار. النفط ثاني اقوى خط دفاع بدورينا بعد الشرطه، هو استقبل 19 لكن الشرطه 17، وثاني اضعف خط هجوم بدورينا يعني 23 لكن نفط البصره 21. هم ملوك التعادل. النفط في دورينا 12 مره، اكثر فريق تعادل بدورينا هو النفط. احمد خالد يلعب الكره، المحاوله، احمد صبري بيها الوسط، علي ماجد تلعب، محاوله، ستار وحره مباشره. خطأ للنفط يا احمد خالد. كرة اللعب، محاولة خطيرة ومرت إلى ركلة مرمى. حاول وليد، اللقطة الماضية. هذا هارون أحمد كابتن الفريق، بينما هنا وليد كريم. محمد صالح، دهوك أمامية، صراع على الكرة بالوسط. أحمد يلعب الكرة، ستار قريب، بيتر يقطع الكرة مرة أخرى. هارون أحمد، أوه يا هارون، أوه يا فنان، وممتع ممتع ممتع، خطيرة خطيرة الكرة. بيار باشنج، فقد توازن اعتقد مارلون. انطلاق العالي، الهجوم المرتد الآن، الهجوم المرتد الآن لستار ياسين. النفط، ستار قريب، ستار تمريرة خطيرة لصبري، باللحظة الأخيرة قطع. والهجوم المرتد الآن زانع عادل دهوك. بيتر دائما ما يترك الطرف الأيمن ويعود إلى المناطق الدفاعية. اعتقد حسن عماد يلعب في منطقة الوسط على الجهة اليمنى. سامين، تمريرة، كرار عالية، أحمد صبري قريب، ستار ياسين، محاولة للنفط والكرة. هل هناك ركنية؟ هذا بيار أبو بكر. السلامة لبيار. صفر 4 مرات بتاريخ لقاءات الفريقين، آخرها الموسم الماضي. الموسم الماضي مرتين كان بال0-0. هارون أحمد والحديث، بينما هنا ستار ياسين متعادلين بالركنيات بالنتيجة. علي ماجد عالية للنفط، ابعاد لي الكرة من دهوك. الانطلاق الآن البرازيلي مارلون دوس سانتوس، محاولة خطيرة إلى بيتر غورغيس، يبحث عن لاعب قريب، يبحث عن إسناد. غورغيس، بيتر
هداف الفريق طبعا ب8 أهداف. موسس لسيبند، سيبند عقيد، دهوك تمرير، المحاولة باشنج، سيبند انطلاقة، حاول وليد، سامهين قريب، لوكاس موسس البرازيلي انطلاقة الآن وأقرب لعلي ياسين، يبعد الكرة إلى جول، أنجي جول الكاميروني، راجع الكرة إلى سابسندير، يترك الكرة للحارس علي ياسين. أمامية الكرة، رامسيس راجع الكرة لكرار سالم، التغيير إلى الجهة اليسرى، هذه المرة لأحمد خالد، حاول يلعب الكرة سامهين، قطع، زانة قريب والخطأ هو بالسلامة، حرة مباشرة، سالم عامر أنا موجود، ممنوع الحديث، وبالتالي هالمرة تنبيه الشفوي، والمرة الثانية تكون تحريري ببطاقة صفراء يا أحمد يا خالد. لاحظ بهذه اللقطة طبعا مع هارون أحمد، طبعا أفضلية لدوك بلقاءات الفريقين اللي بدأت في عام 98. دوك فاز 8-5 للنفط، التعادل حضر 9 مرات. أول لقاء كان موسم 98 اللي هو الموسم الأول لدوك بالدوري الممتاز، مباراة انتهت 2-2. طبعا للنفط سجل الراحل طبعا تامر محسن، والدولي جعفر عمران، بينما لدهوك سجل بيجار اسماعيل وعمر احمد. انطلاقه الان، محاوله خطيره، يحاول يمر لكن قطع للكره. بيتر قرقيس، دوك الى بيربو بكر، لبشنق عبد الله، اقرب لعلي ياسين. ما استمتعنا بهذا الشوط، يعني كانت فرصتين للنفط، محاولتين على مرمى دهوك، لكن نتأمل بالدقائق القادمة يكون الأداء أفضل، تكون الأهداف حاضرة بهذا اللقاء. كرة اللعب، محاولة، التمرير، أحمد خالد تلعب، حرة مباشرة ولا خطأ؟ خطأ على أحمد خالد. لاحظ لا اليوم مان تو مان مع هارون المميز طبعا هارون أحمد لقطة جميلة. سالم عامر بلقطة رائعة طبعا مع أحمد خالد. سيبند عقيد، والراية والتسلل على فريق نادي دوك. كرار قريب تلعب، هذا رامسيس جابرييل اللي كرار عالية بالوسط، زانة لهارون، انطلاقة قريبة جدا لكن علي ياسين يبعد الكرة. حارس مرمى النفط إلى الجهة اليمنى، جابرييل لسامي هند، سامي بالوسط لأحمد صبري، علي ماجد تمرير إلى اليسار، أحمد خالد محاولة خطيرة، قطع من دفاعات نادي دوك. أحمد خالد يلعب الكرة، علي ماجد
عملية التحضير مع ستار. النفط هو في المناطق الدافئة 45 نقطة، مركز ثامن، أفضل من الموسم الماضي. الموسم الماضي أنهى الدوري بالمركز 11 ب 46 نقطة، دوك الموسم الماضي كان مركز سادس ب 58 نقطة. فريقين يحاولون أن يكونون بمركز جيد، خاصة الدهوك. يعني لما لا؟ الدهوك يفكر احنا أبطال الأندية الخليجية، عندنا 6 مباريات مؤجلة، ممكن ننافس على الدرع. بالمناسبة دهوك أحرز الدرع في 2009 مع السيد الجنرال باسم قاسم، لقب وحيد لدهوك، بينما النفط لم يحصل على الدرع منذ عام 85 في أول ظهوره. أفضل ما فعل النفط مركز ثاني 2016 مع الشاطر حسن أحمد بعد القوى الجوية، مركز ثاني. انطلاقة الآن، محاولة حسن عماد خطيرة لدهوك إلى الركنية، قطع من أحمد خالد. اهدى يا أحمد. هذا حسن عماد لاعب منتخب الشباب. الركنية الآن، بيتر قرقيس لدهوك داخل منطقة الجزاء، ابعاد من علي ياسين، راجع الكرة. النفط يحاول بالهجمات المرتدة، بيار قريب يعيدها إلى محمد صالح، عالية الكرة، حرة مباشرة والخطأ. الدولي سالم عامر أو الراية، تسلل. اللقطة الماضية التسلل للنفط، عالية الكرة، وليد يحاول بعد من لوكاس أريكي، الصراع بها الوسط، حسن، وحرة مباشرة والخطأ لنادي النفط. السلامة لأحمد خالد. الجولة القادمة دوك سيضيف الطلبة بعد أن يلاقي الطلبة في بغداد بعد 4 أيام في مباراة مؤجلة. سيضيف الطلبة طبعا لحساب الجولة 33، والنفط سيلاقي فريق شمالي آخر هو نوروز في السليمانية. سلامة لأحمد خالد، لاعب النفط. الدولي سالم عامر، أحمد خالد، داخلين على الدقيقة 41. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تعادل سلبي حبايب بين النفط ودهوك لحساب الجولة 32 دوري نجوم العراق موسم 24-25. سالم عامر أدار 3 مباريات للنفط مع نفط البصرة، فاز النفط بها، تعادل مع القوى الجوية، ولقاء الزوراء اللي خسره. يعني 3 مباريات لسالم عامر مع النفط، فوز على نفط البصرة، تعادل مع القوى الجوية، وخسارة من الزوراء بال1-3. السلامة لأحمد خالد. الله على هذه الجماهير، حلوة
لجماهير صقور الجبال. بعض اللقطات اختارنا اياها طبعا مخرج المباراة. السلامة لأحمد خالد. أبيار أبو بكر عيد الكرة. لوكاس موسيس للوكاس أريكي، راجع الكرة أريكي عالية، اعتقد عادها بيكون روح رياضية إلى علي ياسر. علي يلعب الكرة، وليد محاولة، رامسيس قطع للكرة، ستار ياسين لاعب المميز، موسم جيد مع النفط لستار، لاعب اللي يمثل طبعا زاخو ومثل الطلبة ولعب لنوروز. ستار ينتظر أحمد خالد، تمريرة لأحمد، النفط من الجهة اليسرى، قطع من دفاعات، صراع على الكرة، حاول من ستار. بيتر جورجيس دهوك حاول مر بشكل رائع، تغيير الى الجهه اليسرى، انطلاقه من هناك، زانا التمريره، المحاوله، سيبندعجي عيد الكره، دهوك تمرير، بيتر ضغط من لاعبي النفط، قطع الكره الى الكاميروني رامسيس ينطلق، النفط المتابعة، راجع علي ماجد، عملية تحضير مع كرار، النفط محاولة الآن داخل منطقة الجزاء، بعد من الدفاعات، زانع تمرير إلى بشنق عبد الله، راجع الكرة، دهوك يحاول، محاولة من لوكاس أريكي أمامية، سامسون دير النيجيري يعيدها لي علي. واضح شوط المباراة ذاهب إلى التعادل السلبي. لوكاس أريكي والراية من الدولي أمير داود، حكم المساعد أمير داود، والتسلل على نادي دهوك. ركلة حرة غير مباشرة، طلبة طبعا سيواجه كربلاء بعد هذا اللقاء. انطلاقة الآن، محاولة إلى الركنية، هذا ستار ياسين، ركنية للنفط، نلعب في الوقت بدل الضائع دقيقتين، مقدرة من الدولي سالم عامر. الركنية الآن للنفط، كرة اللعب عالية للنفط والرأسية، لكن هناك خطأ ودفع. السلامة لزانا عادل، هدفي لهذا اللاعب على نوروز وكربلاء. مميز زانا طبعا في الارتكاز مع هارون أحمد في وسط نادي دهوك. بالسلامة، دهوك سابع الترتيب ب 47 نقطة، عنده 14 انتصار، 5 حالات تعادل،
6 خسائر وانطلاقه والابعاد من علي ياسين والخطا للنفط، بينما النفط 11 انتصار 12 تعادل و8 خسائر. سلامة للكاميروني جول شوفو، لاعب القادم من كربلاء في موسم أول مع النفط. علي يلعب الكرة، ابعاد هذه المرة، وصافرة الحكم الدولي سالم عامر تنهي أحداث طبعا شوط المباراة الأول. الشوط الأول ينتهي بتعادل سلبي حبايب بين النفط وإدهوك. لنا عودة في بداية الشوط الثاني إلى اللقاء. زميل محمد، شوط أول متوسط المستوى، محاولتين للنفط، محاولة للإدهوك، انتهى بالتعادل السلبي. الكلمة معك. شكرا لي الزميل رعد ناهي. غابت الأهداف وحضر التعادل السلبي مع نهاية أحداث الشوط الأول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. حديث عن الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين النفط وإدهوك. كابتن خلف، التعادل السلبي ربما لم نشاهد الكثير من الفرص. ربما السؤال الأبرز، هل أثرت الغيابات على فريق إدهوك والشكل العام لفريق إدهوك؟ ما أعتقد، لا. بس مثل ما أنت توقعت، احنا قبل المباراة كان عندنا إحساس وتوقع، نعم، أنه هذه المباراة بالشوط الأول راح تنتهي بهكذا سيناريو، اللي هو تكافؤ في وسط الملعب بين الفريقين، قلة الفرص الحقيقية للتسجيل. وأنا أقول حتى الكرات خجولة اللي راحت، اللي وصلوا بها للمرمى، صحيح. من تقرأ إحصائيات الفريقين، أنا أقول إحصائيات فقيرة جدا. قد يكون هذا الشوط ما يرتقي إلى المستوى اللي أدوه الفريقين بالمباريات السابقة. عموما المباراة بحاجة إلى تسجيل هدف، لكن الهدف كيف راح يجي ما تعرف. انه كانوا الفريقين يقنعون بحالة التعادل، وربما المباراة تبقى على هذه الطريقة بالشوط الثاني، وبالنتيجة كل فريق ممكن انه يكسب النقطة وهو فرحان بهذه النقطة. يمكن الخمس دقائق الاولى خلينا نشاهد يمكن فرصة اللي هو ستار ياسين، هذه اول فرصة حقيقية للتسجيل لفريق نادي النفط، اللي كان ممكن ستار ياسين سوى العمل. خلينا نشاهد هذا التحرك المستمر هو اللي ستار ياسين هو كل اللي سواه. هذه الكرة كان محتاجة وليد كريم، كان ممكن مجرد انه يمكن الكرة سبقتها بخطوة، يمكن كان متأخر هو بعض متأخر خطوة، كان ممكن هنا يسجل هدف. عرضية مميزة من أحمد صبري، عرضية مميزة. يمكن هذه أنا أقول الفرصة الأخطر لفريق نادي النفط بالتسجيل. نعم، هنا أحمد صبري هو صنع للفرصة، بس العمل اللي قام به ستار ياسين كان عمل رائع جدا. نعم. عموما المباراة أنا أقول صراع في وسط الملعب، يعني بين مجموعة لاعبين، علي ماجد، ساميين في وسط الملعب، ستار ياسين، إلى جانب ذلك زانة موجود، هارون كان يدير المباراة بشكل رائع جدا. إذا استمرت المباراة بهذا الشكل راح تنتهي للتعادل، ما راح نشاهد أكثر من هذا. والله بصراحة صعب جدا إنه نشاهد مباراة يعني شحة بالفرص، تعادل سلبي، يعني كل هذه الأمور هي من الأمور اللي غير محبذ مشاهدتها في كرة القدم. كابتن حيدر، ربما فريق النفط تشعر أنه منظم أكثر، يعني كان له شكل واضح هو الاعتماد على تبادل التمريرات القصيرة واللعب على الأطراف، ونجحوا بهذا الأمر، لكن افتقدوا اللمسة الأخيرة. صحيح، يعني الشوط الأول
خصوصا الربع ساعة الأولى النفط كان أخطر، تحسه منظم، منتشرين بصورة صحيحة. دائما اللي ينجحهم هو الحركة اللي بدون كرة. صح. دائما نتكلم عن ستار ياسين، أدواره فعالة خصوصا بالجانب الهجومي والجانب الدفاعي. صحيح. يمكن توظيفه بمنطقة الوسط خصوصا كلاعب خلف المهاجمين، ومنطي الأريحية بالحركة. شاهده مرة بوسط الملعب على اليمين على اليسار. يمكن دقيقة 5 ودقيقة 13 ودقيقة 19 نفس الجملة التكتيكية انعادت. هنا اكو عمل للمدرب وهضم للواجبات من قبل اللاعبين. دائما جهة اليسار كانت اكثر نشاط واكثر فاعلية بتواجد احمد خالد واحمد صبري، ودائما ميلان ستار اللي جهة اليسار قطة الفاعلية الحقيقية. ايضا هذا القرب بالمسافة بين اللاعبين ايضا الحركة يعني صح. الحركة بدون كرة. سيارة الاخ المخرج يعيد لي هاي الحالة اللي هي دقيقة 19. شاهد انه حركة ستار ياسين بالاضافة الى علي ماجد. صحيح. ستار ياسين من يكونون كمثلث ويا احمد صبري واحمد خالد، شاهد حركة العفو هي هاي الحالة هاي الحالة كابتن هاي علي ماجد. هذا علي ماجد وستار ادواره هو وستار دائما الحركه انه خلف اللاعبين ما يستلم امامهم. وهاي ازعج شيء للمنافس، اللاعب اللي دائم الحركه واللي يتحرك بالفراغات. هذا المثلث اللي يتكلم عليه. نعم. شوف ستار دائما هو ينجح الحركه، وباع حركه احمد صبري وين راح؟ دائما بالفراغ. ممتاز. يروحون يهاجمون الفراغ. كررت اكثر من مره. قلت لك تحسب انه يعني القراءة الصحيحة كابتن عادل نعمة انه يعرف اكو خلل خصوصا بالمباريات الاخيرة لنادي دهوك، اكو خلل دائما يكون بالاطراف، فحاول انه يستغلها بالزيادة العددية. بنفس الوقت شوف بالحالة الدفاعية رجعون يوقفون على خط واحد تقريبا 6 لاعبين ومرات 7، بس من كرة واحدة هسه بيتر راح يلعبها كرة بينية ينضرب العمق الدفاعي واللي واقفين. هاي رؤية بيتر وحركة باشنج ايضا امر ايجابي. اكيد هاي الحركة ايضا بدون كرة، بس هنا يمكن صار تأخير، المفروض يعني شوية حركته اسرع باشنج. صح. والكرة على القدم الغير مفضلة بالنسبة له كانت، ممكن هو عنده زاوية الوقت الشوط باليمين وعنده الوقت كابتن. هسه لو يعيدها هسه راح تنعاد. خلينا نعيدها شوف تدوير الكرة من جهة اليسار الوسط الملعب راح تجي لليمين البيتر. ونلاحظ بس من توصل بيتر لا نخلي بس الاخ المخرج من يدخل هسه خل توقف. شوف 1 2 3 4 5 6. النفط يعتمد على الدفاع العالي، يعني تشعر ان اول ما بدأوا ضغط عالي كان بملعب حتى الدفاع عالي يعني بمناطق متقدمه يدافع الفريق. صح، بس هسه هاي الحاله انه كلهم على خط واحد، هنا سهله للاعب مو بس المهاجم، لاعب الوسط اللي يجيك من الخلف راح يزيد يتحرك يروح يواجه. شوف هسه ليش اقول لك عد الوقت الكافي انه يستلم ويروح يدخل وين؟ يروح للهدف مباشره. بالضبط. يستلم حتى يعني باليسار يدخل على الهدف. صحيح. فهنا يمكن القرارات هي اجزاء من الثواني يمكن ما اخذ القرار الصحيح. نفس الحاله دقيقه 16 ايضا من كره طويله لنادي دهوك، يا ريت انه يعطيني اياها. دقيقه 16 حاله ثابته هم توضح لك تمركز المدافعين للاعبين نادي النفط. خط واحد كره طويله بالفراغ دائما تكون من نصيب لاعبين دهوك. تم اختراق خط الدفاع طبعا بعد الربع ساعه الاولى، لان لاعبين نادي النفط كانوا يمارسون الضغط العالي بملعب دهوك. بعدها لا تحس انه رجعوا لمناطقهم الخلفيه، هنا استغلوها لاعبين دهوك، خصوصا اليوم دهوك بالتحولات من الدفاع للهجوم يعني كانت غير فعاله. فقط الشاهد لاعبوا لاعبين بالشق الهجومي، مارلون شوط كامل احنا ما شفناه. ولهذا انا اقول لك يعني الغيابات ممكن اثرت على فريق دهوك، لان اي صح لاعب مثل كريم درويش هم غياب كريم درويش يقوم عنده ممكن ستار ادوار نفس الادوار اللي يسويها هي مشابهه لادوار كريم درويش معه بكل تاكيد. هو كريم درويش كمهاجم خطر وهداف. اذا اجينا على الدقيقه 29 هنا استخلاص كره والنقلات سريعه. خلينا نشوف نقلات فريق توك. هنا هارون كلها وان تاتش، وحده باشنج بالقدم. هنا السقوط
اللاعب اللي كان ممكن يسدد مر ايضا كان ممكن يسدد. هذه قد تكون واحده من الهجمات. هنا صراع على الكره في وسط الملعب، استخلاص الكره بيتر جورجيس، ترجع الكره هنا. من نتكلم على امكانيه هارون، يمكن انا وكابتن حيدر كابتن نقول قبل قليل شنو قلت؟ قلت صراع خط الوسط. هو صراع، وهاي الحاله تجسد لك الصراع بين الفريقين، يعني كانما معركه. كنا نسولف انا وكابتن حيدر، نقول بالدوري كم لاعب وسط عندنا يلعب تحت الضغط. خلينا نشوف هارون، خلينا نشوف هاي هنا هارون هنا تحت الضغط طال، يعني امكانيه هائله جدا بحيث هو يتحكم بالكره. هذا اللاعب اللي محتاجه، انا اقول اي نادي محتاجه. هسه باشينك، هل بالامكان باشينك يروح مره اخرى؟ يروح ليش قلت لك القرار؟ هي القرار يروح تتخذ قرار انه يروح للامام. صحيح. طيب مع غياب الخيارات، يعني فريق دهوك لا يملك الخيارات الكثيره للتعويض، وربما احنا شاهدناه في مباريات ماضيه كابتن حيدر المدرب يتدخل بشكل سريع. انت ذكرت انه بالشوط الثاني يصلح دائما. اليوم من يمتلك ممكن يغير من فعاليه الفريق، العمق الهجومي، هاي الامور؟ شوف استاذ محمد، اذا اباوع على البدلاء اغلبهم مدافعين، وحتى لاعبين الوسط صبغتهم دفاعيه، ما عندهم مهاجم ما عدا ذي الفقار. ذي الفقار يونس صار له فتره بعيده عن اللعب للاصابه. يمكن اذا يريد يلعب، انا اقول لك روبن اللاعب المحترف يلعب ارتكاز ويا زانه، ويدفع هارون كلاعب صانع لعب، خليه حر. هنا يمكن تعطيك فاعليه اكثر وادوار اكثر لهارون، خصوصا انه واحد من اللاعبين المهاريين اللي يلعب تحت الضغط. صحيح. يقدر من كره يمكن واحده بينيه يلعبها بصوره صحيحه انه يستغل وهد هوك. اللاعب حسن عماد ما لاعب فتره طويله، المباراه السابقه شاهدناه بديل ولعبه كمدافع يمين، ودائما يلعب جناح يمين او جناح يسار. نعم. يرجع بيتر على الجهه اليمين، وهارون يتوظف بصوره صحيحه كلاعب خلف المهاجمين، وروبن يلعب كلاعب ارتكاز ويزانه. يعني ممكن بهذه الحلول يتغير وضع الفريق. كابتن خلف، انا سالته قبل المباراه حول فريق النفط، قلت لي ما يجازف، فريق ما يجازف فيه، خصوصا انه مع انطلاق المباراه وبحاجه الى وقت لاستكشاف وضع الفريق المنافس ومدى خطورته. اليوم دهوك ممكن استغل وضعه الغير جيد بغياب المفاتيح. هل نرى المجازفه في الشوط الثاني من فريق النفط؟ انا اقول انتم، يعني اتكلم على فريق النفط، احنا في وضع ممتاز جدا بالدوري. الان وضع توك اذا ما نستغله في هذا اليوم، شو وقت راح نستغله؟ في وضع توك ترى اليوم وضع خاصه يعني دكه الاحتياط خالي من اللاعبين المؤثرين، حتى يعني كعوامل الارهاق من البصره لبغداد. الله يكون في عونهم. هذا جانب. الجانب الثاني انا اقول هو يعني خلينا نقول فكر عاد النعمه، الصبر على نتيجه المباراه. انا ما العب المباراه من شوط واحد وانهي المباراه. انا اللي اتصوره مع نهايه المباراه بالربع ساعه الاخيره فريق النفط راح يجازف، يريد ياخذ المباراه من فريق توك، لكن هذا ما يمنع. عنده اسماء بالدكه قادره على تغيير وضع الفريق، يعني يمكن دول هم نفسهم اللي موجودين كلهم خطرين يعني. عنده على دكه الاحتياط حسام جاد الله عنده موجود على دكه الاحتياط، قد يكون ورقه رابحه. لكن التغيير لفريق توك منين راح يكون؟ انا بتصوري مثل ما تفضل كابتن حيدر، راح يصير التغييرات من داخل الفريق، من داخل يعني يتلاعب. هو مضطر للجوء الى هذا ما عنده خيارات اخرى، ولهذا راح يوظف كل لاعب، خاصه اللاعبين اللي يجيدون اكثر من مركز، هم هذول اللي راح يسعفونه، هم هذول اللي يعطونا الحل. عدا هذا هو ما عنده. بالفعل. كابتن حيدر، رايك بوضع فريق النفط والتفكير؟ احنا قلنا يعني بصوره عامه الفريق يفكر دائما بعدم الخساره، لكن لما لا التفكير اليوم بتحقيق الفوز؟ اكسب النقاط، خصوصا انه دا شاهد فريق دهوك هو مو بوضعه الطبيعي. وتكلمت حضرتك انه الارهاق، التعب، حتى اللاعبين اللي متواجدين كبدلاء هم مو بنفس قيمه اللاعبين الاساسيين. يمكن هاي دوري كامل انه نفس التشكيل ونفس اللاعبين، ما اعطيت فرصه انا للاعب البديل، فاكيد هنا أنا راح تحس بالفوارق. النفط انا اشوفه يعني الشوط الاول كان منظم، جت دقائق اللي يعني كانت واضحه، خصوصا خط الدفاع من يكون على خط واحد هنا يسبب له مشاكل. بالشق الهجومي انا اشوفه بالعكس دا يوصل، يحتاج له الى مهاجم صريح. بالضبط، هذا اللي وليد كريم مو مهاجم صريح،
والحاله اللي عرضناها يمكن لو مهاجم هو لعبته الاصليه مثل ما ذكرنا ببدايه الاستوديو تحدثنا عن قيمه المهاجم مثل سيف رشيد صح. اللي يعرف وين يتواجد يتمركز تمركز يقرا الموقف، هو انه عدى هاي الميزه. اي بالضبط، الحاله الحاله كانت تريد يعني مهاجم صح. يتحرك مع سير الهجمه. صحيح. فاذا يعني يصير انه تغيير، انا اشوف الاقرب انه عمار غالب وحسام جاد الله، خصوصا انه حسام راح يفيده بالجوانب البدنيه. صح. اكو فراغات دهوك راح يندفع، اذا اندفع للامام اكثر راح يحصل النفط على مساحات وفراغات بالخط الدفاعي لدهوك. يحتاج الى لاعب يمتاز بالسرعه، بنفس الوقت يحتاج لهم الى تنظيم اكثر، خصوصا بالربع ساعه الاخيره بالشوط الاول نوعا ما تشاهدهم انه فقدوا الوسط كان افضل لدهوك، خصوصا بتواجد هارون. فيحتاج الى لاعب بقيمه وامكانيات عمار غالب يقدر انه يغير لك من مجرى المباراه. كابتن حيدر، انا باعتقادي عمار غالب راح يعادل، يخلق حاله من التوازن. اليوم اذا جهه اليسار فقط اللي بيه احمد صبري وستاري اللي يميل على اليسار وحتى علي ماجد، اليوم يعني جهه اليمين غير فعاله. عمار غالب اذا لعب جهه اليمين راح يعطي حاله من التوازن لفريق، يعطي تنوع ايضا. صح. شكرا كابتن خلف، كابتن حيدر. مشاهدينا الكرام، نعود الى ملعب الساحر احمد راضي. الشوط الثاني النفط ودهوك، الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي. نامل ان تتحول الاصفار الى ارقام ذات قيمه. الكلمه تعود للزميل عدنان. شكرا للزميل العزيز محمد حسين وضيوفي الكرام في الاستوديو التحليلي. أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، أجدد التحية معكم ويسرني أن أنقل لكم الشوط الثاني لمباراة النفط ودهوك لحساب الجولة 32 من دوري نجوم العراق، طبعا موسم 24-25 لمن التحق بنا الآن. طبعا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. النفط طبعا باللون السماوي يلعب من يسار الشاشة، بينما دهوك بالأصفر. مباراة طبعا بقيادة الحكم الدولي سالم عامر، يساعد أمير داود، وبريار قادر، محمد صادق، محمد سلمان بغرفة الفار مع وليد عبد السلطان، بينما مقيم الحكام حسين تركي. إذن متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، الشوط الثاني لمباراة النفط ودهوك طبعا لحساب الجولة 32 دوري نجوم العراق موسم 24-25. على ما يبدو دهوك اعتقد أجرى تغيير السيد مسعود ميرال، تغيير أول. الانطلاق الآن، المحاولة الخطيرة، الله! وليد كريم برأسية قوية جدا، لكن محمد صالح في الموعد. لاحظ أحمد صبري إلى وليد برأسية، لكن محمد صالح موجود. أول كرة بأول تهديد خطيرة على مرمى نادي دهوك. الركنية الآن، كرة اللعب، محاولة التمرير قريبة جدا، علي يلعبها، ابعاد من الدفاعات، تسديدة مرة أخرى خطيرة للنفط وضاعت. بداية قوية من النفط، ضاعت الكرة. محمد صالح، هذا وليد كريم لاعب الأخطر، لاحظ لا وجود للتسلل. بداية قوية للنفط، عاد النعمة بنفس الأسماء، علي ياسين بحراسة المرمى، أحمد خالد، سامسون دير، أنجي جول، شوفو، كرار سالم، هناك بها الوسط علي ماجد، سامهين، رامسيس، ستار ياسين،
مقدمة أحمد صبري ووليد كريم. كرة اللعب، باشانج يلعب الكرة، المحاولة من اليمين الانطلاقة، لكن يبعد لي الكرة إلى التماس. إذن بيار أبو بكر يترك المباراة هذه المرة للفرنسي كيفن جاكو. كرة اللعب، محاولة خطيرة لدهوك وأقرب الحارس علي ياسر. مسعود ميرال مدرب دهوك يلعب بمحمد صالح بحراسة المرمى. سنتحدث بعد هذه الكرة، محاولة خطيرة رأسية وتصل لمحمد صالح. محمد صالح بحراسة المرمى. فرنسي كيفن جاكو، البرازيلي لوكاس موسيس ولوكاس أريكي وسيبان عقيد. بالوسط زان عادل، هارون أحمد، بيتر جورجيس وحسن عماد. بالمقدمة باشانج عبد الله، وهناك مارلون الفرنسي. كيفن جاكو يلعب الكرة إلى باشانج، حكم يشير استمرارية، راجع الكرة. هذا باشانج عبد الله، 7 أهداف لهذا اللاعب. شوف الصراع مع سامهن، مع اللاعب الشاب حسن عماد. الكرة الخطيرة كانت للنفط، انطلاق الآن مارلون قريب وصراع ركنية، محاولة خطيرة كان باشانج عبد الله مع مارلون. ركنية لدهوك. حلوة المباراة بشوط المباراة، محاولتين للنفط، لا وجود للتسلل، الانطلاقة، المحاولة لنادي دهوك. الأهداف قادمة إن شاء الله. تقطع من الكاميروني أنجي جويل. الركنية الآن، بيتر جورجيس لدهوك، عالية خطيرة. المتابعة الفرنسي كيفن جاكو حاول بالكرة. طبعا هذا اللاعب لاعب لثون السويسري. بالنسبة لكيفن جاكو الظهير الأيسر اللي اشترك طبعا بديلا لبيار أبو بكر، غير سيباند عقيد إلى الجهة اليمنى. هذه النعمة بنفس الأسماء الواضح بالصورة مع الدكتور مشتاق. طبعا كاظم مدير الفريق، والنجم الزوراء السابق إبراهيم عبد نادر. هم في الكادر التدريبي ينضاف لهم حسين كامل وفارس جهاد للياقة، وهناك الإداري حسين طاهر. أمامية الكرة بالوسط، بيتر قريب، أحمد يلعب الكرة، بالوسط النفط، تمرير، محاولة خطيرة. علي ماجد عيد الكرة إلى التماس، كان ستار قريب. هذا هارون أحمد. دهوك مركز سابع 47 نقطة، النفط ثامن 45 نقطة. 6 مباريات مؤجلة لنادي دهوك داخل منطقة الجزاء. ابعاد من لوكاس موسيس، رادع الكرة من كرار سالم. النفط تمرير، رمسيس لسامهن، سامي من هناك لأحمد صبري لاعب المميز. صراع مع سيباند عقيد، بالسلامة لأحمد صبري. 5 أهداف لهذا اللاعب. كرة بالوسط، زانة
تمرير الآن لوكاس أريكي، ابعاد من سامسون دير، راجع الكرة رامسيس حاول يلعب الكرة إلى كرار، سامي هند طالت الكرة، تماس لنادي دهوك. أسماء طبعا تدريبية عملت مع الفريقين، يعني دربت النفط ودربت دهوك. الجنرال باسم قاسم، كابتن القدير ثار جسام، الكابتن جمال علي، كابتن عباس عبيد، وهناك أسماء لعبت للفريقين من اللاعبين. الأبرز أيمن حسين طبعا عمل مع الفريقين، هناك في التسعينيات كان هدافا للدوري مع دهوك. حديث عن حسين عبد الله مثل الفريقين، قاسم زيدان، وسام زكي، ديار ياخي، برهان جمعة، جواد كاظم، علي عبد الجبار أيضا مدرب نادي القاسم ولاعب القوى الجوية لعب للفريقين، عباس رحيمة وأسماء عديدة، قاسم زيدان أيضا. كرة للنفط، المحاولة التمريرة، المحاولة الخطيرة، جول أول للنفط عن طريق أحمد خالد. شوف الظهير الأيسر وين، الظهير الأيسر وفرحة عادل نعمة. أول الأهداف للنفط، أول بيسارية يصل إلى هدف الخامس بدورنا أحمد خالد. ما سجل يعني لا المهاجم، ولاحظ الله يا ستار، وباليسار ما سجل لا المهاجم ولا لاعب الوسط، يسارية نفطية في الشباك الدهوكية. أول للنفط، أول للعنيد بمرمى صقور الجبال. سجل أحمد خالد 5 أهداف بدورنا، هو سجل على الزوراء والقرمة وأربيل وزاخو، ويسجل في مرمى دهوك. أحمد خالد بهدف أول للنفط. الآن راح نشاهد مباراة مثيرة، مباراة جيدة، على اعتبار دهوك سيسعى للتعديل. دهوك ما راح يسكت على الهدف. النفط سيحاول شوط ثاني، اعتقد سيكون جيد. البداية مبشرة بهدف رائع لوليد لأحمد خالد. كرة اللعب، رامسيس، النفط، سامسون دير، أنجي جود، عيد الكرة إلى علياس، راجع الكرة إلى كيفن جاكو، محمد صالح. النفط في بداية الشوط الثاني كان أخطر على دهوك، أضاع فرصتين. محمد صالح أنقذ مرمى دهوك من هدف، وبالتالي أول عن طريق أحمد خالد. كرة بالوسط، بيتر، كيفن جاكو الفرنسي، راجعة لهارون، عيدها لزانة، دوك زانة، تحضير كيفن، هارون، انطلاق الآن، حاول حسن عماد، ورقة أخرى، تغيير جديد. ذو الفقار يونس سيشترك. حلوة لهذه الجماهير، جماهير دوك، جماهير صقور الجبال. بيتر، تبريرة تقطع بالوسط، سامين، عيد الكرة لعلي ياسين، أمامية من علي، نفط، والخطأ
حرة مباشرة. سلامة لوليد وبطاقة صفراء ربما على لوكاس أريكي، وواحد منهم يا لوكاس موسيس يا الأريكي. خلينا نشوف. اي نعم على لوكاس أريكي المدافع البرازيلي صاحب الهدف الوحيد في دهوك عندما فاز دهوك بهدف. حسن عماد ترك المباراة. ورقة ثالثة للسيد مسعود ميرال. ذو الفقار يونس. عبد علي يشترك الآن. هذا ذو الفقار. يشترك الآن. واضحة النوايا لميرال. عمل الزيادة في المنطقة الهجومية طبعا. يريد ينشط الهجوم ويريد أن يعدل. رامسيس خطيرة خطيرة. الله بعاد بن محمد. بعض الأخطاء الدفاعية. تلعب الكرة. محاولة. التماس الآن لدهوك. سيبند عقيد يلعب الكرة بالوسط. هارون إلى لوكاس أريكي. كيفن جاكو راجع الكرة إلى زانا. زانا عادل. التمرير. كرة اللعب. هجوم الآن. محاولة. مارلون خطيرة خطيرة. باشنج وابعاد من الدفاعات النفطية. دوك حاول الآن. راجع الكرة والخطأ. الدولي سالم عامر يدير المباراة بشكل جيد لغاية الآن. اللقطة الماضية هذا علي ماجد لاعب للقاسم. ساعة من اللعب. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. التقدم بهدف للنفط عن طريق أحمد خالد. تسديدة وإلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لدهوك. آخر 3 مباريات لدهوك لا يعرف التعادل. يعني انتصارين على كربلاء نفط البصرة، وخسر خسارة وحيدة من الكهرباء. مفارقة وين مع الكهرباء؟ خسر بهدف. من اللي سجل الهدف؟ منتظر عادل نعمة. يعني الابن سجل على دهوك. الوالد لا زال بتقدم على دهوك مع النفط. منتظر عادل نعمة سجل في مباراة الكهرباء 1-0 على دهوك في بغداد. الآن الوالد متقدم بهدف. محاولة لبشنق عبد الله. محاولة لدهوك. التمرير لبيتر غورغيس. حاول يمر بيتر غورغيس. قطع للكرة. راجعة إلى هارون. تمريرة. زانا عادل. دهوك محاولة في ساحة لعب فريق النفط. تمريرة رائعة. محاولة وحاول سيبند عقيد لكن يبعد الكرة. علي ياسين إلى التماس. سيبند عقيد عالية خطيرة خطيرة. باشنج. الله
الراية والتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. هذا بريار قادر حكم المساعد الثاني يشوف التسلل على باشنج عبد الله. آخر 3 مباريات للنفط تعادل مرتين مع الطلبة والكرخ وفاز على الحدود بال2-0. أمامية الكرة، النفط والمحاولة إلى التماس. كيفن جاكو اللاعب اللي اشترك في شوط المباراة الثاني مع دود. الواحد 0 للنفط طبعا على حساب دهوك مرة وحيدة كانت في 2012. علي منصور هو صاحب الهدف الوحيد، لكن هو فاز بال4-0 طبعا في موسم 2022 بالنسبة للنفط على دهوك، ودهوك ايضا فاز 4-0 على النفط، كان ذلك في موسم 2000. عبد الحسين الجواد هدفين، حسين عبد الله هدف، زيرفان عبد الله هدف، هاي بال2000. بينما في 2022 4-0 للنفط، 8 ثانية دينيس انتوي، منتظر محمد وحسام جاد الله. عاد حسام جاد الله في دكة البدلاء. عاد النعمة موسم جيد مع النفط لغاية الآن. قرار يلعب الكرة، تقطع هذه المرة لوكاس أريك اللي يبدا شانق عبد الله، قريب تماس. هذا باشنق عبد الله، 7 أهداف في هذا اللاعب. مسعود ميرال مدرب دهوك حسب جدا، هو يدرك أهمية هذا اللقاء، هو يعول طبعا على المباريات المؤجلة. لكن دهوك مختلف جدا، أداء دهوك فريق ثاني. بطاقة صفراء على كرار سالم مدافع النفط اللي يشاهد دهوك الآن يعني ما يشاهده بالبطولة الخليجية. البطولة الخليجية فريق قوي، فريق شرس جدا، نتائج مميزة يعني. لكن بعد البطولة الخليجية ربما هناك عوامل، يعني السفر دهوك للبصرة إلى بغداد، مباريات مضغوطة. على أي حال سامسون دير بالصورة النيجيري، هل هناك بطاقة حمراء؟ ماذا سيقول الفار؟ حديث في غرفة الفار، لا يوجد شيء للاستمرارية. بيتر غورغيس عالية خطيرة لدهوك، طالت على مارلون سيبند عقيد، عيد الكرة، محاولة خطيرة بعد من الدفاعات إلى ستار. شوف المرتدات، 4 ضد 3، خطيرة، انطلاقة خطيرة. رامسيس ضاعت على النفط. خطرين النفط في الهجمات المرتدة. بيتر يخطأ، أحمد صبري قريب بالوسط، حرة مباشرة والخطأ. الطرد الآن. لوكاس الريكي، سلامة لأحمد صبري. خلينا نشوف، لاحظ سالم عامر قريب، ولاحظ طرد على البرازيلي لوكاس الريكي.
صاحب الهدف الوحيد، طرد على لوكاس الريكي صاحب الهدف الوحيد طبعا لدهوك على النفط في مباراة المرحلة الأولى. اعتقد هاي المرة الثانية يطرد في دورينا هذا اللاعب. وثامن بطاقة حمراء يشورها طبعا حكم الدولي سالم عامر في 25 مباراة أدارها، ثامن طرد. لوكاس أريكي بانتظار الفار، هل سيؤكد البطاقة الحمراء أم هناك رأي آخر؟ خلينا نشاهد. الدولي سالم عامر. مباراة دهوك القادمة سيلاقي الطلبة بعد 4 أيام، بعد ذلك سيلاقي الطلبة في دهوك. عدا المباريات المؤجلة، عنده مباراة مع القوى الجوية في بغداد، مع النجف في دهوك، مع نوروز في دهوك، عنده مع القرمة في ديالى، ويختتم هاي اللقطة. هل ترتقي إلى الحمراء؟ يبقى القرار. وأشهر البطاقة الحمراء، لكن تأكيد الفار. دهوك سيختتم مبارياته في الدوري على هذا الملعب، سيلاقي الكرخ في بغداد. إذا طرد للوكاس الريكي لاعب نادي دهوك. جماهير دهوك تقبلت طبعا الطرد بروح رياضية. خرج اللاعب. سيعاني دهوك بالدقائق 20 القادمة. يعني هو يقول لك المصائب لا تأتي فرادى. يعني هو محروم من خدمات زاكري وكريم درويش وابراهيم غازي، والآن طرد للوكاس الريكي. ستار انطلاقه والى الركنيه، قطع من سيبند عقيد، ركنيه للنفط. نفط يحاول الان يبحث عن هدف ثاني. 4 ركنيات للنفط، 3 لدهوك. ستار ياسين عالية الكرة، بيتر جورجيس في صراع، علي ماجد يقطع الكرة إلى سامي هند، يعيدها كرار سالم لعلي ياسين، أمامية من علي، أحمد صبري والخطأ، حرة مباشرة لنادي دهوك لسيبند عقيد. لاحظ اللقطة الماضية الخطأ على أحمد صبري. مارلون يلعب الكرة، حاول الآن ذو الفقار عالية، وتصل هذه المرة لعلي ياسين. هذا علي ياسين حارس مرمى فريق النفط. مع هدف النفط وصلنا إلى 658 هدف في 305 مباراة، ويبقى في صدارة الهدافين لاعب الشرطة والمنتخب الوطني العراقي ميمي مهند علي ب 22 هدف، بعد ذلك ب 16 كوستافو هنريك طبعا لاعب نادي زاخو، ثم مروان حسين بال14، سيف رشيد بال14، امجد عطوان بال13، مسوفة بال12. الانطلاقة الآن سيبن
عيد الكرة إلى هارون، تمريرة بيتر جورجيس، قراءة جيدة من صاحب الهدف أحمد خالد. أحمد يلعب الكرة، النفط يحاول الآن والخطأ. هارون كيفن جاكو، ستار تقطع الكرة وخطأ. حرة مباشرة للنفط لوليد، وهناك بطاقة صفراء لزان عادل. خرجوا لاعبي دهوك عن التركيز. الآن البطاقات مع طرد لوكاس ريكي. كرة اللعب، مارلون يحاول، البطاقة صفراء لزان عادل لاعب نادي دهوك. أمامية من علي ياسين، انطلاقة من هناك، أحمد صبري محاولة، أحمد النفط قوية جدا لكن لا ركلة مرمى. هذا زان عادل لاعب اللي حصل على بطاقة صفراء. سيبن عقيد بالوسط، هارون أحمد، تمرير الكرة تقطع من سامهين، أحمد صبري وبالسلامة لاعب النفط، لاعب علي ماجد. النفط إذا ما فاز سيصل للنقطة 48 وسيكون سادسا بمكان نادي القاسم، وراح يتساوى مع نادي القاسم، لكن راح يكون سادس بفارق المواجهات على اعتبار النفط فاز على نادي القاسم بال1-0. هذا زان عادل توك، النادي اللي تأسس عام 70 98 كان الظهور الأول بالدوري، درع مع باسم قاسم في 2009، ويومها أسماء عديدة مثلت الفريق وأحرزت الدرع في لقب وحيد لدهوك. تحدث عن عدي طالب، خالد مشير، جاسم محمد حاجي، عماد إسماعيل، جاسم محمد سليمان، زيرفان عبد الله، عدنان عطية، مهند ناصر، نصرة الجمل، أزاد أحمد، حسن زبون وأسماء. سلامة لعلي ماجد. ودهوك قدم لنا هداف للدوري حسين عبد الله، هداف للدوري في موسم 2000 ب 22 هدف، وحسين عبد الله مثل الفريقين، لعب لدهوك ولعب للنفط. ريباز رحيم وروبن اكوا الغاني، روبن اكوا راجع الكرة من صاحب الهدف احمد خالد، تمريرة بالسلامة لمارلون دوس سانتوس، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على احمد خالد لاعب النفط. شوف التدخل، بطاقة صفراء على احمد خالد صاحب الهدف لاعب النفط. مارلون وهارون،
تركون المباراة لروبن إكوا ولريباز. ريباز رحيم عالية داخل منطقة الجزاء، ابعاد للكرة، تماس لنادي دهوك. اصبح طبعا لوكاس موسيس البرازيلي قائد للفريق بدلا من هارون احمد. موسيس، كيفن، جاكو يعيد الكرة لمحمد صالح. دهوك أمامية، محاولة الخطأ وربما البطاقة. اي نعم، بطاقة على سامسوندر. على النيجيري. لاحظ اللقطة الماضية مع البديل ريباز رحيم في أول كرة يستلمها من دخوله، حرة مباشرة. لاحظ قطع على النيجيري مدافع النفط سامسوندر بمكان جيد لدهوك. هم يطالبون دهوك بالحمراء لكن القرار يبقى للدولي سالم عامر. نيجيري سامسوندر موسم ثاني مع النفط، حرة مباشرة بمكان جيد. الجدار داخلين على الدقيقة 80 وعاد للنعمة بنفس الأسماء، لم يجري أي تغيير. بينما السيد مسعود ميرال غير 4 لغاية الآن. ودهوك يعاني بعد طرد لوكاس أريكي. جماهير دهوك مؤازرة. بيتر غورغيز لدهوك، لكن هناك الفار. هل هناك بطاقة حمراء؟ ينتظر الدولي سالم عامر. هل كان آخر لاعب؟ وسالم عامر حديث طبعا مع الدولي في غرفة الفار محمد سلمان ووليد عبد السلطان. ماذا سيقرر الفار؟ أصفر، أحمر. داخلين على الدقيقة 80. متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، النفط يتقدم بهدف عن طريق أحمد خالد، ربما سيذهب إلى الفار. هو انطاء أصفر لما يذهب للفار، يعني خلينا ننتظر، قد يغير قراره أو هناك شيء. لاحظ اللقطة الماضية مع البديل ريباز رحيم مع سامسوندر. هل هي فرصة محققة للتسجيل؟ آخر لاعب. ننتظر القرار من الدولي سالم عامر. حديث بغرفة الفار والفار. اللقطة الماضية لاحظ اليد اليسرى و سامسوندر. هل هناك بطاقة حمراء؟ هل هناك طرد؟
دوك طبعا سيبقى في بغداد، سيلاقي الطلبة في مباراة مؤجلة. بعد ذلك لحساب الجولة 33 الأسبوع المقبل إن شاء الله سيضيف الطلبة في دهوك. تأكد من التسلل والحالة اتخذ القرار الدولي سالم عامر. سامسون دير قلق جدا. قرار بعد العودة إلى الفار. لا وجود حتى للكرت الأصفر. اعتقد اعتبرها يعني تسلل. لاحظ اللقطة الماضية لا وجود لخطأ، اعتبرها احتكاك طبيعي جدا. حتى إذا لا وجود للتسلل ربما سيعمل اسقاط كرة. وسامسون دير نعم اسقاط كرة تلعب. محاولة من اليمين مارلون خطيرة لدوك، طالت الكرة. هجوم الآن. دوك يحاول بعد من سامسون دير. النفط سامهن إلى كيفن جاكو. محمد صالح. دوك على الأقل يريد أن يعدل بالدقائق القادمة. كان رباز رحيم هذا صاحب الهدف. أحمد خالد صاحب الهدف الوحيد في اللقاء. ذكر دوك ب10 لاعبين بعد طرد البرازيلي لوكاس أريكي. أحمد خالد عنده بطاقة صفراء. ستار قريب قطع للكرة بالوسط. بيتر جورجيس يحاول يمر. دوك وحرة مباشرة وخطأ لنادي دوك بساحة لعب فريق النفط. خطأ على علي ماجد. اعتقد عاد النعمة الآن سيدفع بلاعبين والتغييرات بالدقائق القادمة. روبن اكوا قطع من سامهين. التمرير لوليد. لاعب كيفن جاكو الفرنسي عيد الكرة. موسيس زانع عادل يلعب الكرة. تمريرة انطلاقة من هناك. راجعة من أحمد خالد لعلي ياسين. عالية الكرة بعد من كيفن. دوك دقائق أخيرة إلى روبن إكوا. تعود لمحمد صالح. إلى اليسار ذو الفقار يونس. تقطع من كرار سالم. علي ماجد يعيدها لكرار. شوف حضر 3 تغييرات من أجل عملية قتل الوقت. هذه النعمة. انطلاقة من علي ماجد تلعب راجعة إلى رامسيس. جابرييل كاميروني. باشانج يلعب الكرة. ذو الفقار انطلاقة. علي ياسين بالسلامة بالسلامة بالسلامة. بفدائية علي ياسين يمنع
دهوك من فرصة للتعديل. لاحظ الانطلاقة مع ريباز رحيم. سلام لعلي ياسين. هذه قصة الهدف. اي نعم، ستار ويسارية قوية كانت من أحمد خالد. قصة الهدف الوحيد للنفط في هذا اللقاء. زيارة غير سعيدة لدهوك إلى بغداد. 4 مباريات سابقة، فوزين على الزوراء 2-1 على الحدود 4-1، تعادل وحيد مع الشرطة، وخسارة وحيدة من الكهرباء بال0-1. عمار غالب مع رضا فاضل مع حسام جاد الله. خلينا نشوف اللي يتركون المباراة. واحد منهم عرفناه، أحمد صبري ترك المباراة، ووليد ترك المباراة. وليد كريم أيضا ترك المباراة، وستار ياسين. رضا فاضل وعمار غالب وحسام جاد الله. دقيقة متبقية على نهاية اللقاء، وسنلعب في الوقت بدل الضائع. التقدم للنفط على دهوك طبعا بهدف لأحمد خالد. الهجوم الآن، المحاولة، الراية والتسلل. حكم الدولي المساعد أمير داود. حرة مباشرة، سنلعب في الوقت بدل الضائع. هذا رضا فاضل، أمامية الكرة، ريباز، تمرير الآن، روبن إكوا بلا عنوان، صعبة جدا. طالت الكرة إلى ركلة مرمى. سنلعب في الوقت بدل الضائع. هذا روبن إكوا اللاعب الغاني، اللاعب اللي اشترك في شوط المباراة الثاني مع دهوك. ربما خسارة سابعة لدهوك، والانتصار رقم 12 للنفط. 8 دقائق، وقت طويل بكرة القدم. ممكن دهوك يعدل، ممكن النفط يسجل. محاولة الآن، جاد الله حاول تسديدة إلى ركلة مرمى. حسام جاد الله، هذا زار شباك دهوك قبل موسمين طبعا بال4-0 مع عثمان سانيه ودينيس أنتوي ومنتظر محمد وحسام جاد الله. متى كان آخر فوز لدهوك على النفط في بغداد؟ 2014 آخر انتصار لدهوك على النفط في بغداد 2014. اي نعم، 2-0 يوم علي سعد وأنيست اللاعب. انطلاقة الآن، قطع للكرة من أحمد خالد. حاول الآن، بالوسط زانع، موسيس، روبن إكوا، تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة. شوف التغطية، تغطية من كرار، راجع الكرة والراية والتسلل، الراية والتسلل.
ركلة حرة غير مباشرة لنادي النفط. شوف التدخل والتغطية كانت من كرار سالم. هذا باشانج، رامسيس للنفط إلى الركنية. في الهجمات المرتدة النفط أخطر على مرمى نادي هوك. هم يعانون طبعا بالنقص العددي بعد طرد البرازيلي لوكاس أريكي. ركنية للنفط. رامسيس الكاميروني على التنفيذ، عالية الكرة بعد من دفاعات نادي هوك. المحاولة من علي ماجد وطالت الكرة إلى ركلة مرمى. هذا رضا فاضل. شوف في المحاولة خطيرة كانت. تمرير الآن، ريباز من هناك، أمامية سهلة جدا. هذا ريباز رحيم لكن تصل لي علي ياسين. قدم مباراة ممتازة أمام رقم جيد لعلي ياسين. رامسيس، جابرييل، انطلاق الآن، روبن إيكوا إلى كيفن، تقطع الكرة من كرار إلى اليسار. ريباز حاول التمرير مع سيبند. تماس لنادي هوك. كرة بالوسط، هوك، روبن إيكوا إلى موسيس، راجع لي محمد صالح. قريبة جدا، تمرير عمار غالب، حاول النفط وقطع للكرة من روبن إيكوا. التمريرة إلى اليمين، ريباز، تمريرة، محاولة لكن بمبدأ الأمان والسلامة عن طريق كرار سالم. موسم أول قادم من الحدود. هذا عاد النعمة اجى للنفط وجابه وياه. تماس الآن، زانا عادل يلعب الكرة، موسيس، سيبند عقيد في محاولة، بعد الكرة من أحمد خالد. اعتقد أحمد خالد رجل المباراة بالهدف الوحيد لغاية الآن. تمرير رضا، قطع للكرة، تمريرة باشنج قريب لكن شوف كرر يعني في الوقت المناسب دائما القطع الجيد. هذا باشنج عبد الله، هوك بزيارة ثانية غير سعيدة، بخسارة ثانية في بغداد. لكن المفارقة وين بخسارات هوك؟ يعني خسر من الكهرباء بهدف لمنتظر عادل النعمة، واليوم يخسر أمام النفط والمدرب عادل النعمة. إلى اليمين، ريباز، تمريرة، بيتر جورجيس، دوك إلى باشنج، أوه فكرتها جميلة لكن راحت.
باشنج عبد الله حاول، لاحظ بيتر بتمريرة رائعة ضاعت على دهوك. دهوك سيبقى في بغداد بعد 4 أيام، مباراة مؤجلة مع الطلبة هنا في بغداد. عنده إصابات وعنده حرمان وعنده يعني أمور كثيرة. دهوك ليس في أفضل حالاته. ذو الفقار يونس عبد علي حاول بالكرة، تمرير بيتر طالت، فقد خلاص ذو الفقار ودهوك نفط سيترك المركز الثامن، سيكون سادسا وهو متساوي مع القاسم ب 48 نقطة، لكن أفضلية للنفط بالمواجهات. مسعود ميرال نظرة على المباراة، انطلاق الآن، رضا محاولة يا محمد صالح يمنع هدف ثاني للنفط. صافرة الحكم الدولي سالم عامر تنهي أحداث اللقاء. النفط طبعا ينهي اللقاء بفوز على دهوك بهدف عن طريق أحمد خالد. مبروك طبعا لنادي النفط، هارد لك لصقور الجبال لدهوك. ألتقيكم مباراة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميل محمد، دهوك يتعثر وفرصه تتضاءل اعتقد نحو اللقب الدوري. النفط ب3 نقاط جديدة طبعا بقيادة المدرب عادل. لك الكلمة. شكرا للزميل رعد ناهي. أحمد خالد يقود النفط لتحقيق فوز مهم جدا يقفز به بمركز وحيد، يقفز إلى المركز السابع على حساب فريق دهوك. مبارك لفريق النفط وهارد لك لفريق دهوك الذي يبدو أنه سيعاني فيما تبقى من مباريات المؤجلة وأيضا جولات الدوري. يمكن الفريق أرهق بشكل كبير جراء اللعب على بطولة دوري أبطال الخليج وأيضا في الدوري، لذلك نرى نتائج متباينة، يوم يفوز يوم وجولة أخرى يخسر. بالتالي فريق النفط يحقق فوز مهم جدا، الفريق يستمر بنتائج الإيجابية، نجدد المباركة لفريق النفط. نعود مرة أخيرة إلى ملعب المباراة وأحمد الهارف مرة ثانية. مساء الخير أحمد، فوز مهم لفريق النفط ودهوك يتعثر. بالتأكيد زميلي محمد، بداية مساء الخير مرة أخرى بعودة من أرضية الملعب بعد انتصار فريق النفط على فريق دهوك بهدف مقابل لا شيء اليوم. وتحديدا يعني أنتقل إلى ضيوفي المدربين مدربي فريقي النفط ودهوك، وأبدأ مع الحديث في مدرب فريق دهوك الكابتن مسعود ميرال. كابتن مرحبا بقناة العراقية الرياضية. Thank you so much. اليوم الخسارة اللي تعرض لها الفريق ليست في وقتها. Today the lose, he said that it's not good time, and you know that we want to just listen for your opinion. First of all, congratulations to Neft. They are a very good form and a very good team. But you know, football is about like the easiest thing is the hardest thing. What I mean with that is like you pass your friend to make him better. You focus on your first touch, your direct retention, second ball game, deep runs game. We wasn't there today. When you are really bad on something, it's impossible to win games. If you win it, it's very lucky. So we didn't deserve even 1 point today. يقول بالبداية مبروك النادي النفط الرياضي، بس تعرف انه هاي كرة القدم، هذا حال كرة القدم، مرات تكون انه محظوظ اذا تفوز مباراة بعد مباراة. فاقول مبروك النادي النفط هذا الفوز 1-0 على نادي دهوك. اليوم المستقبل لفريق كابتن مسعود ميرال قد يتضح شيئا فشيئا مع فريق دهوك، يعني بقاء هنالك مفاوضات مع الإدارة حول البقاء الموسم المقبل. He talking about the future with the Dahok club now. If there is any negotiating about to stay with the Dahok or you decide to leave.
I have a contract till the end of the season, so but we're gonna talk. So let's see what's happening. But it's not about me. Of course, the first who gonna blame themselves is me about this game because I don't recognize my team. يقول بعد العقد ممتد نهاية الموسم اكيد راح نتباحث ويا الاداره وراح نحكي من نهايه الموسم. يقول بس هي ما تعتمد على هاي اللعبه، ما تعتمد على النتيجه، وراح نشوف ان شاء الله بالمستقبل. السؤال الاخير اطلنا عليك، اليوم راح نشوف هناك تحسن في فريق هوك، خصوصا انه بعد النهائي تدهور حال الفريق من حيث النتائج باستثناء الفوزين الاخيرين. Are you talking about the drop after you win the champion of Arabian Golf? So we will see the Hawk will get them better, inshallah. You know, that's what high performance is all about, to always get the new challenges. The first one who's going to motivate your team to always win next action in the game it's me. So unfortunately I have done a very bad job after the title. So I have to see myself in the mirror what I can do better. يقول دائما احنا نشوف نفسنا بالمرايه، يعني اكيد بعد البطوله الاخيره يعني حققنا نتائج يعني ممكن تكون يعني نعتبرها سيئه، بس احنا يعني دائما نشوف نفسنا لكن على مود نحسن نفسنا ان شاء الله للافضل. شكرا جزيلا. شكرا. ثانك يو كوتش. ثانك يو. زميلي محمد، مثل ما استمعت لمدرب فريق دهوك، هو غير راضي عن هذه النتيجة، لكن يعني نوعا ما يتفائل بالتحسن مستوى الفريق في الجولات المقبلة. الآن ننتقل إلى ضيفي الآخر كابتن عادل نعمة. كابتن مرحبا بقناة العراقية راضية. أطلنا عليك، لكن اليوم الفوز ممكن يعني أعطى دافع مهم للاعبين والكادر التدريبي على الاستمرار أكثر في منافسات الدوري. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على الإخوان الموجودين بالسوري التحليلي، مساء الخير على كل مشاهدي العراقية. بصراحة يعني اليوم 3 نقاط تثبت شخصيتك كفريق. اليوم أنا تكلمت خلال هال3 أيام ال4 أيام مع اللاعبين انه فريق هوك واحد من افضل الفرق العراقيه، خصوصا حقق نتائج ايجابيه مع الفرق الجماهيريه في بغداد. طبعا بصراحه كل الشكر والتقدير للاعبين الابطال اللي احيانا بصراحه يتفوقون على انفسهم، يعني يطبقون الواجبات التكتيكيه بكل الدوري من بدا الموسم لحد الان، يطبقوها ما نطلب من عندهم، يعني تطبيق ممتاز، استجابتهم ممتازه، انضباطهم ممتاز. فريق هوك تعرف مثل ما قلت لك من الفرق المحترمه، ركزنا على مفاتيح اللعب، جردنا هوك من مفاتيح اللعب، وبالتالي يمكن المباراه سيطرنا عليها طوال 90 دقيقه. طبيعه الدقائق الاخيره تتراجع، يعني النتيجه طبيعيه، يعني حرص اللاعب الزائد ممكن على النتيجه يتراجع، بس شفت الشوط الاول كان ممكن ننهي باكثر من هدف وفرص سهله يعني امام الهدف. الشوط الثاني ايضا بدايه يمكن اول دقيقه احنا هدفين محققه، بعدها هذا الوصول المتكرر يعني اكيد راح يعطيك افضليه. انا يعني من بدايه الدوري لحد الان دائما اقول، يعني سواء العراقيه والاخوان بالفضائيات الاخرى دائما اقول، بعيدا عن حسابات الفوز والخساره، هذا الموسم نادي النفط نريد نلعب كره قدم حقيقيه، نادي النفط نريد نعيد صورته اللي فقدها خلال السنتين الاخيره من خلال هذا الموسم بهاي المجموعه والتوليفه من اللاعبين، فالحمد لله والشكر. 3 نقاط مهمه جدا. اسالك عن اليوم فريق النفط ولاعبين النفط اصبحوا اكثر شراسه من المباريات السابقه، يوم عن يوم فريق النفط يتحسن اداءه، واليوم وصل الى الفوز الثاني على التوالي، وممكن في مستقبل المباريات ممكن يدخل للمراكز المتقدمه. شوف احمد، فريقنا يعني انتم العراقيه الرياضيه والسريانيه، انتم دائما تشيدون فريقنا، دائما الاخوان المحللين يشيدون بفريق النفط. احنا حتى المباريات اللي ما نتفوق ما نفوز، بس بدنا نقدم اداء ممتاز. تعرف يمكن يصير يعني هبوط طبيعي، مباراتين يعني طبيعي جدا، لكن الليفل المستوى العام للفريق بتحسن. لذلك اعتقد طموحنا ان شاء الله مثل ما قلت لك نعيد نادي النفط الوضع طبيعي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. زميلي محمد، هذه من طرف فريق النفط والرضا التام من قبل المدرب عادل نعمة حول فريقه في هذه المباراة وأيضا في المباريات السابقة. فريق النفط اليوم بعد هذا الانتصار رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع، هنالك تبديل في المراكز بينه وبين فريق ادهوك بالتأكيد، يعني باستثناء المباريات المؤجلة التي سيلعبها فريق ادهوك في قادم الأيام. شكرا أحمد، وممكن أنا ذكرت أيضا فريق النفط في المركز السابع، لكن حاليا حسب النتائج المباشرة مع فريق القاسم أعتقد هو في المركز السادس، بانتظار أن يخوض فريق القاسم مباراته في هذه الجولة. بالتأكيد يعني تصريحات جميلة، شكرا للكباتن اللي حضروا، كابتن عادل وكابتن ميرال، وخصوصا اللي أتى به كابتن ميرال، يعني من حديث، من إيثار النفس، من
حديث واقع يعني بصراحه. اكو بعض الاجزاء ممكن لم يترجمها المترجم، خصوصا عندما ذكر وي didn't deserve any point، يقصد مباراة اليوم لم نستحق اي نقطة. والجزء الثاني ايضا يتكلم قال it's on me، يعني I did a bad job، يعني يقصد انه بالفترة هاي انه الخطأ اني يعني اتحمله ايضا. شوف احنا تعودنا بهاي القناة من تنتهي المباراة والفريق خسران لا نشوف مدرب ولا مساعد مدرب، ما يطلع الكل ينزل صح عن اللقاء. اي نوادر جدا، نوادر يعني. اليوم اجى هذا الرجل الان مثل ما تفضلت، يعني نكران ذات، هو انتقد نفسه بنفسه، قال احنا ما نستحق الفوز في هذه المباراة ونكون محظوظين اذا فزنا من مباراة وتورا مباراة. هاي ترجمة الانجليزي صحيح. وبعدين انا من خسر الفريق احس بنفسي انا ما قدمت العمل المناسب للفريق، وهذه مو كل واحد يتكلم بها. انا اقول تحياتي لهذا المدرب، والله نتمنى بقائه مع الفريق يعني بصراحه. ممكن هو سئل ايضا عن مستقبله، بقاء يعني اصلا في الدوري العراقي، يعني يسموه فقط مع هوك. اتمنى يبقى مثل يعني هذا المدرب، قيمه فنيه عقليه مميزه، وايضا له بصمته واضحه، يعني جاب بطوله والان فريقه ينافس في مراكز متقدمه في الدوري. اكيد بصمته واضحه، دائما انا دا اشوف انه حتى تصاريحه واقعيه، واقعي جدا. وواحد من المدربين القلائل اللي يطلع بعد المباراه ويقول انا اللي اتحمل الخساره. صحيح. مع العلم الفريق دا يعاني بالمباريات الاخيره. اليوم مباراه اليوم يعني غياب لاعبين مؤثرين، شاهدنا انه الوضع المو طبيعي للفريق. صحيح. حتى استغل فريق النفط، احنا ممكن سألنا هل سيستغل فريق النفط هذا الوضع؟ استغل فريق النفط. وايضا طبعا تحياتنا للكابتن عادل اللي اشاد بلاعبيه بتطبيق الواجبات، بفهم الامور التكتيكيه، واللي تكلمت به بالاستراحه وحتى قبل المباراه. صحيح. قلت لك انه حتى بالشوط الاول من تكررت الحاله من جهه اليسار وتشاهد انه اكو حالات مثلثات واكو ربط الحركه دائما بالفراغ خلف المدافعين، اكو شغل للمدرب، بصمه مدرب، واللاعبين هاضمين الواجبات. صحيح. الشوط الثاني تكررت اكثر من حاله حتى قبل الهدف، وذا تشاهد اغلب لعب نادي النفط من جهه اليسار من جهه احمد صبري. دائما اكو زياده عدديه بتواجد احمد بالاضافه الى احمد خالد وستار ياسين. احنا اللي ادواره مميزه. من نشاهد يعني كباتن من نشاهد انه مدافع يتواجد في عمق منطقه الجزاء ويسجل، انا اعتبرها امر ايجابي جدا. يعني ممكن احنا نشوف فريق اوروبي نستغرب رائع جدا. وانا كابتن محمد بس اتمنى يعيد لنا الهدف الاخ المخرج، لانه الهدف يلا حتى نختم به الهدف. يعني هذه لا نرجع من البدايه كابتن محمد. شوف هنا من اللي راح يقطع الكره؟ احمد خالد. احمد خالد قد راح يقطع مسافه ايضا حوالي 75 متر، هو قطع الكره وبنى الهجمه. شوف هذا هو مدافع ما رايح بجهه اليسار، هو صار لاعب وسط، الان راح ينتقل. هو ما اكتفى لاعب ستار ياسين، هو سوى الهجمه، هو راح وين دخل بالجزاء. هنا وين من تحسب المسافه ايضا حوالي. تذكر اللقطه مع الشوط الاول اللي قلنا وليد ما كمل هو هسه مدافع، هو ممكن من اول كره مررها اذا ما كمل ما حد راح يعتب عليه، مو واجبه، لكن كمل لمنطقه الجزاء وسجل. هذه انا اقول رؤيه رائعه جدا والله. يعني قرارات يتخذها اللاعب وجزئيات من الثانيه تفرق، مو كل لاعب يفكر بهذا التفكير. صح. ويمكن قلت للكابتن خلف، يعني انا متابع لاحمد، يعني تحس انه نقول رجال بالملعب، يلعب باكثر من مركز. صحيح. مو من اللاعبين اللي نحكيها بالعاميه انه عندك مدافع يغلس، اكو مدافع لا. شاهد انه حتى بالشوط الثاني كوضع دفاعي خصوصا للخط الدفاعي، احمد خالد وكرار سالم كانوا هم يقومون بعمليه التغطيه. صحيح. خلف اشباه الوسط. حتى شاهد الدقائق الاخيره كرار شال اكثر من كره. انا اشوف انه القراءه الصحيحه الكابتن عادل نعمه اليوم كانت مميزه، خصوصا قلت لك انه بالشوط الثاني الهوك راح يندفع للامام، راح تصير اكو فراغات راح يستغلها. صحيح. استغلها واكثر من حاله تكررت. هنا انا اقول لك اكو قراءه صحيحه واكو شغل بالايام اللي الماضيه اللي راحت. اكثر من علامه استفهام على اداء ومستوى دهوك، حتى المباراه السابقه من فازوا بالتحليل قلتها بعد المباراه، رغم بعد البطوله نهائيا هم لحد الان ما رجعوا للفريق اللي شفناه قبل فوز يعني اللي هي ويا كربلاء ونفط البصره، بس فازوا بصعوبه. مو بمستوى ولا اداء،
فبالتالي لازم تتوقع انه بما انه افوز بدون مستوى، اتكلم عن المباريات الاخيره، انه انت اكيد ما راح تفوز بكل مباراه، يعني على هذا المستوى لا، دوك اشوف انه راح يبقى بالمراكز الخامسه سته. على العموم نجدد المباركه لفريق النفط وهارد لك حظ اوفر لفريق دهوك اللي تنتظر مباريات قادمه، مجموعه من المباريات المؤجله وايضا ما تبقى من استحقاق مباراه دوري نجوم العراق. يعني اذا اراد الفريق يتقدم اكثر في الترتيب يجب ان يعيد الحسابات وخصوصا اللاعبين. المباراه الثانيه مشاهدينا الكرام نبدا بالحديث عنها، مباراه الطلبه وكربلاء، وبالتاكيد هناك اختلاف كبير في الظروف ما بين الفريقين. الحديث يبدا من ملعب المباراه مع ارشد العطار. مساء الخير ارشد، ما بين الظروف الجيده اللي يعيشها فريق الطلبه في المباريات الاخيره ومعاناه كربلاء في قاع الترتيب، هناك اختلاف كبير قبل مواجهه اليوم. شكرا لك محمد، تحية طيبة لك ولضيوفك وبالتأكيد لكل مشاهدي الكرام. نعم محمد، الظروف مختلفة، الطموح مختلف، رغم أنه الطرفين يبحثان عن مقاعد. الطلبة تحاول المنافسة وتحقيق الانتصار وضمان البقاء في المربع الذهبي، وتعرف بعد انه القرارات الاخيره انه مشاركه خارجيه، خاصه البطوله الخليجيه قد تكون هناك مقعدين من العراق، الطلبه يبحث عن مقعد خارجي يمثل العراق فيه، لذلك يلعب من اجل ذلك. ما تبقى من الموسم على النقيض من كربلاء يحاول ان يحقق الفوز من اجل البقاء، على اقل تقدير يحقق النتيجه تخليه يتمكن من تحقيق مقعد البلاي اوف. تناقض كبير بين الفريقين، مفارقة أيضا بين الفريقين، يعني أو في هذه المواجهة أنه السنين الأخيرة لا يوجد تفوق أحد الطرفين على الآخر. موسم إن كان هناك موسم تقدم به الطلبة بالنتيجة تكون مباراة الإياب لكربلاء. التعادل السلبي من دون أهداف كان حاضرا في مواجهتين للفريقين في الموسم الماضي، لا يوجد هناك تفوق أحد الطرفين على الآخر، وهذا غريب في تاريخ مواجهات الفريقين. الغيابات بين الفريقين